يعني لحد دلوقتي رامي اللي انت شايفه قدامك ده، ولسه جايب جهاز لعروسه وامها كانت بتزغرط في الشارع. انا عايش في شقه ايجار. وقلت لك ان ده مش حاجه سهله على حد اصلا، ان هو كان في حته ونزل لحته تانية. بس للاسف في ناس مش حياتك مصره، اتشقلبت. مصره لحد دلوقتي ان هي تضغط عليك. فلوس السوشيال ميديا. بص والله انا الموضوع ده بيجيلي كتير. انت بتهزر بس هو هنتكلم، بيجي لا كتير. هنتكلم في كل ده. تعالى لي امم بس كده من الاول خالص، نرجع تعال، ورا شويه يلا بقى. انا معاك. قول لي بقى، بدأت ازاي؟ المحتوى بتاعك وجات لك منين فكره صانع السعاده؟ انت عايز من زمان قوي. من زمان قوي. احكي لي بقى، انا عندك وقت معاك. تسمع؟ انا اصلا مجهز لك شويه اسئله. انت لميت انا الاسئله؟ مجهز لك شويه اسئله من الكومنتات. بجد انا والله. لا حاسس انا مش مجهز لك شويه اسئله من الكومنتات، هنتكلم في كل حاجه بتخص رامي كمال صانع السعاده والمحتوى بتاعه وكل حاجه. يا جماعه ده كده هيطلع الاسرار فانت كلها. ابدأ لي بقى كده، تعالي كده من ورا شويه قوي بقى، وقول لي جات يلا، لك منين الفكره دي. يلا بينا. طب بص بقى، صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. الموضوع بدأ اصلا خالص بدايه ما انا قفلت الشركه بتاعتي والمحل بتاع الفضه. انا كان عندي شركه. شركه اه. شغاله في الفضه. امم. كان عندي مكتب فيه حوالي 10 موظفين. تمام. كان شغلي اونلاين. يعني انت اصلا كان ليك مجال بتاعك. اه طبعا كانت اه. حياتي حلو. شركه وبطاقه ضريبيه وسجل تجاري والدنيا كانت معايا زي الفل. امم. فالموضوع ابتدى يقع من غير تفاصيل الوقعة يعني. فالمهم رست في الآخر إن أنا قفلت المكتب الأول. الكلام ده سنه كام تقريبا؟ الكلام ده من 3 سنين مش من كتير. من 3 سنين، اه يعني بتتكلم في 2021 اه 2022 في بالظبط الحدود كده دي. اه امم. اه. بدأت إن أنا قفلت الأول المكتب وسبت المحل بس، بحيث إن امم. أنا أقلل بقى المصاريف وأقلل التكلفة وأقلل كل حاجة. الدنيا ما كانتش احسن حاجه. ما كانش أحسن حاجة خالص. اه. بعت العربية. كان معايا عربية موديل 21، كانت امم. تعتبر موديل السنة. اه. بعتها. كان معايا ريس، برضه بعته. امم. وانا جاي لك بقى في التقيله، في الدنيا حاجه، في كحولت. حاجه كبيره كمان اتباعت. اه. بس يعني هتيجي في وقتها اقول لك عليها. اه. تمام، لان دي جت بعدين. يعني الموضوع اه كان بايظ. الموضوع باظ باينه من كلامك كده ان هو الموضوع ما بص، كانش انا الطف عايز اقول حاجه. لك يا عبد الرحمن ان هو خرب خالص بقى. امم. عارف انت السهم جه كده اهو لتحت حرفيا. كويت. مم. فقفلت بقى واحده واحده. قفلت المحل، قفلت المكتب امم. سوري الاول. بعد كده قفلت المحل. امم. بعد برضه ما قعدت عافر، بقيت اصرف من البضاعه وادفع الايجار، امم. اصرف من البضاعه وادفع مصاريف، اللي وادفع جاي اللي مرتب. جاي اه. هو مفيش جاي. هو آه. انت النهارده عندك مثلا حته بضاعه بتبيعها بكذا وتجمعها، المفروض تجيب بضاعه غيرها. امم. لا انا ما بقيتش بجيب غيرها. انا بقيت ابيعها وادفع ايجار. والانكم بتاعك تمشي ابيعها نفسك اه. اصرف مصاريفي. آه. بعت الموتوسيكل كان اخر حاجه. لحد ما رحت قافل المحل كمان. امم. خسرت كل حاجه. بقيت على الحديد وبقى عليا ديون. يعني الدنيا انت، باظت خالص. اه يعني انا كان عندي بضاعه في المحل. يعني من غير ما اقول رقم، بس امم. كان برقم كبير. يعني اي حد شغال في مجال الفضه يعرف الكلام ده. كان كان اكسسوارز. في اكسسوارز المجال فضه بتاعك بالظبط كده. فاتح محل انا كنت اكسسوارز. بستورد. امم. انا كنت بستورد شغل خاص بيا انا، تيارا جاليري. الناس كلها عارفاها. امم. الشغل اللي كان عندي ما كانش بيبقى موجود عند حد تاني. مميز، انا يعني كنت مش بتاخد من حد، لا هو انا الشغل اللي كنت بتاع. بعمل الاشكال. بتستورد وتبيع بالظبط الحاجات كده. انت بتاعتك انت. انا بفضل ربنا المنافسين بتوعي كانوا قاعدين مستنيين تيارا جاليري امم. تنزل ايه عشان نبتدي عشان ندور ونجيب ندور زيه. ونشوف اه اه. ويبعت يطلب انا عايز الشكل اللي تيارا جاليري شغال بيه. كنت بجيب من المنتج خاتم سلسله اللي انت شايفه ده، كنت بجيب 10 كيلو ستوك. يعني واخد ماركت شير محترم في الحتة دي بتاعت اه الاكسسوارز بالظبط كده. والجاليري بقول لك القطعه والجيفت. الواحده كنت بتوصل، انا عندي ستوك 10 كيلو، 10 كيلو امم. فضه على جنب. من القطعه الواحده والله. 10 كيلو. اه انت بتتكلم انت في مبالغ. بتتكلم في في رقم مبالغ. كبير. انا بقول لك كل ده اختفى. ازاي بقى؟ احكي لي بص، بقى، لا احكي لي بقى، بص احكي لي. هو انا بص مش عايز اخش في التفاصيل ازاي، بس هو مختصر الموضوع. احنا جت فتره عندنا الاستيراد اتقفل. تمام. امم. وحصل المشكله اللي هي بتاعت ليميت المعاملات الدوليه اتقفلت، وما بقتش تعرف تدفع السبونسر، وما امم. بقتش تعرف اه انا تستورد. عارف حوار اللي هو الجمارك، امم والموضوع قفل مرة واحدة تقريبا 2021 او قفلت حاجة زي خالص كده، اه بقى. قفلت على قفلت الكل. خالص، وكان وانت في. ما انت شغلك مش محلي. انت امم. شغلك مستورد. استيراد قايم على اه الاستيراد اصلا. بالظبط كده. فانت استيراد وقف، انت وقفت. انت خلاص. طب وعملت ايه يا رامي في الحوار ده؟ والله بص يا عبد الرحمن، هو ربنا اللي عمل كل حاجه، امم. مش انا. بس طبعا. احنا فتحنا الموضوع ده ليه؟ يعني انت قلت لي انت بدأت ازاي. بدأت ازاي؟ انا عايز اه بص، هو الناس كلها فاكره
انت بدايتك كانت بتعمل محتوى، فبعد كده اتجهت للاعمال الخيريه، واللي هي انك تجبر بخاطر الناس والحاجات دي كلها. ما تعرفش الاول رامي بدأ ازاي رامي كان محتاج حد يجبر بخاطره يا عبد الرحمن. في الفتره اللي انت اه، وقعت فيها؟ انا كنت محتاج حد يجبر بخاطري، وكنت محتاج حد يطبطب عليا. انا في الفتره دي يعني ما حدش وقف جنبي، الا ممكن مثلا شخصين ثلاثه يتعدوا على الايد. الدايره اللي حواليك. اه، ووالدتي. يعني عايز اقول لك لحد من شهرين ثلاثه. بص، هو الموضوع ده يعني بيأثر لا قول لي، معايا، لا قول لي، بيأثر لا معايا انا عايز جامد، اخد بالي فاهم؟ انت اتأثرت. لا اه قول لي يعني. بقى، عشان انا ده مش عشان انا بس عشان الناس شفتها بتتكلم بتقول رامي لا هو اصلا بادئ السوشيال ميديا من بدري، كان بيعمل محتوى ما ينفعش معاه فجرب اللي هو الموضوع يكبر مش بخاطر موضوع الناس محتوى. والكلام ده كله. لكن عايزين يعرفوا رامي صانع السعادة دي جت منين، في يعني انا عايز افهم الناس، عشان بس في ناس كده بتتكلم وهي اصلا مش فاهمه كواليس رامي ولا صانع السعاده، ولا المحتوى ده جه منين، ولا الفكره جت منين. ما اعرفش اللي فيه مطبخ وفي كواليس وفي حاجات كتير قوي حصلت عشان توصل اللي انت فيه ده دلوقتي. بص، انا دايما الناس ما بتشوفش غير اللقطه الاخيره، ما بيشوفش بتشوف الكواليس، اه. الفاينل. ما اعرفش انت مريت بايه، ما صح. اعرفش انت قصتك ايه، حياتك عامله ازاي. فانا بقول لك، انا الوقت اللي انا بدأت فيه محتوى ده، انا كنت محتاج حد يكبر بخاطري، مم. كنت محتاج حد يقف جنبي. بس انا ما لقيتش حد واقف بس معايا انت الا ربنا. يعني انت كان في مثلا ناس حواليك وفجأة ما لقيتهمش موجودين في الفترة اللي انت محتاجهم فيها؟ اختفوا. ده اللي انا فاهمه، ولا انت اصلا دي يعني، حقيقة، يعني دي حقيقة. يعني الناس اللي حواليك كلها خذلوك؟ اتبخروا، انا بقول لك، اشخاص تتعدى على الصوابع، يعني اتنين تلاتة. اللي وقفوا معاك. اه، تمام. طبعا على رأسهم والدتي. والدتي دي ربنا يخليها ضحت لك. بحاجات كتيرة قوي ربنا يخليها عشان لك. خاطري، لا انا عارف تمام. كمان والدتك شاركت معاك في حاجات كتير قوي انا ومطبخ، وهنتكلم طبعا في الموضوع ده طبعا، بس طب انا عايزك انا بس ايه، انت جاي تكشف ما الكواليس تطلعليش من الحته. اه وجاي يعني انا تكشف عارف طبعا الاسرار. والدتك، وعارف اللي هي اه، واقفه في ظهرك، حتى مطبخ السعاده ده والفكره، هنتكلم فيها. انا كده بص، النهارده هنتكلم في كل حاجه. انا هقول مجهز لك لك. شويه اسئله محترمه، انت نمشيها واحده جاي واحده مع انت بعض. جاي محضر. نمشيها واحده واحده مع بعض. بص، هقول لك على حاجة. انا من ضمن الحاجات اللي انا خسرتها، احنا حاليا عايشين في شقق ايجار. اصلا اه، احنا كان عندنا بيت 4 ادوار، ده اتباع من ضمن الوقعة اللي احنا وقعناها. في نفس الفتره؟ اه، بعدها يعني بعد ما انا قفلت المحل يعني والمكتب. الحاجات دي اتباعت عشان انت عشان مثلا وقعت الديون. عشان تسد اللي اه، عليك؟ اه. اتباع بسببنا. مم. البيت بتاعنا احنا، اللي كنت انا عايش فيه، انا ووالدتي وزوجتي واخواتي، دلوقتي احنا كلنا عايشين ايجار. انا عايش في ايجار، والدتي عايشه في ايجار حاليا، وانا معاك دلوقتي حاليا صانع السعاده. كلكم عايشين في ايجار؟ اه، صانع السعاده اللي انت بتشوفه فلوس، بيعمل، اللي انت شايفه ده كله. حاجات الخير اه، انا دلوقتي عايش في ايجار والله. والدتي وانا واخواتي عايشين في ايجار، بسبب ان البيت ده اتباع، بسبب الديون اللي كنا فيه. ما دي من ضمن الحاجات اللي امي ضحت بيها. انا والدتي عمرها ما سكنت في ايجار، عمرها من ساعه ما اتولدت. انا مفاجأة بالنسبة لي. يعني من بيت لشقه مثلا، لبيت احسن لبيت احسن، كلهم ملك. دلوقتي احنا عايشين ايجار وبنجدد كل سنه. اصلا اه، يعني حتى مش ايجار مستمر يعني. انا دي ومعرض في مفاجأة. اي وقت لا ان لا انت لا, تفضي لا. الشقه وتنقل. انت ممكن في اي وقت تاني طبعا، ده انت عايش في ايجار. اه. بس مم. بس النقلة دي جت ازاي يعني؟ النقله انت دي جت. انت بص، انت هو ازاي عرفت تقف اصلا على رجلك تاني بعد الموضوع اللي انت بتتكلم عليه؟ انا برضو لازم افهم ده. بص، طول ما انت عندك امل في ربنا، مفيش يأس. هو ربنا اللي خد، ربنا اللي ادى، ربنا اللي جاب. ونعم بالله. دي بتاعت ربنا. انا دايما مفوض امري لله. ربنا اللي خلاني فجأة، انا كان عندي عربية وعندي محل في بضاعة برقم مهول، ومكتب وموظفين وتجار، وكنت بنزل تحت السوق. خانة بطاقية ده معروف عن الفضة. امم. الحمد لله كان ليا اسمي رامي كمال، معروف بيتعامل مع المستوردين، لان هو اللي بيستورد. كان ليا اسم. فجأة ولحد الموضوع اتشقلب. وقتنا هذا الكلام دوت محدش يعرف عنه حاجة. انا اصلا اول مرة اسمع اه، انا الكلام بقول ده. لك يعني. انا بالنسبة لي يعني رغم لما عرفته او صنع السعادة وشفتك اول مرة، شفتك على السوشيال ميديا، بس انا مقتنع مليون في المية ان كل حد بنشوفه وراه كواليس. يعني الهيروز اللي بنشوفها دلوقتي في ناس كتير وراها كواليس محدش عارف عنه حاجة. ووقعات وحاجات كتير قوي حصلت. بس في ناس بقى نوعية من الناس كده ما تفهمش الموضوع ده. لكن انا عشان يعني مريت بالموضوع ده، فانا عارف، انا عارف الكواليس وعارف الحاجات دي كلها. لكن حتة ان انت تكون اصلا عندك مجال خاص بيك، اكسسوارز وجاليري والحاجات دي كلها، لا كمان مميز فيه، واخد ماركت شير محترم،
وفجأة الموضوع يتشقلب معاك والبيت يتباع والدنيا عارف تتشقلب. الحاجه الوحيده دي بالنسبة لي مفاجأة يعني. الحاجه الوحيده اللي فاضله من كل ده ايه؟ اسم الشركه على البطاقه بتاعتي بس. بس بس شويه فضه كده في البيت بقى، مركونين يعني. مفيش مجال، مفيش محل، هو ده اللي مفيش. متبقي. انا بعت حتى المكاتب. والدنيا متيسرة فبيساعد الناس، وعنده كذا مجال، وبيدخل من السوشيال ميديا قد كده. فلا انت احكي لي بقى، يعني قول لي. بص انت عشان جبتها من الاول، انا اول بقى ما حصل الموقف ده والدنيا وقعت معايا وباظت وبتاع، اول حاجه عملتها القطعه بضحكه لو تفتكرها. اه القطعه شفتها. بضحكه دي كانت طالعه ترند وطلعت في كل القنوات التلفزيونيه القطعة بضحكة دي غير القطعة غير الحاجة بجنيه. لا الحاجه بجنيه دي مبادرات بقى، لسه بقى مراحل تطور صانع السعاده. لان بعد انا كده، لكن انت اول انا بداية بتاعتك اول محتوى عملته يعتبر وانتشر بشكل سريع القطعه بضحكه. ليه بدأت تعمل محتوى؟ ايه؟ ليه بدأت تعمل محتوى اصلا؟ هو انا ما بداتش عشان اعمل محتوى، هو انا بدات علشان خاطر انا كنت عايز انزل افرح الناس، ويعني يعني احسسهم تفرح الناس ان وانت اصلا اه والله حصل. تفرح الناس وانت محتاج اصلا انت انا كنت اللي بنزل. يساعدك الفترة دي انا تحديدا. هقول لك بتتكلم على اللي انت حاجه اصلا واقع يعني. هقول لك على حاجه انا كنت بنزل باخدها مشي من عندنا من المنطقه لحد مركب الميكروباص من الموقف، تمام، مواصلات، وبنزل العباس العقاد مواصلات ومعايا التابلو، تمام، عشان شفت فعلا الفيديو ده. عشان اوفر. وبشتري بقى من جيبي الشخصي الورد والشوكولاته اللي كنت بوزعها من جيبك من الشخصي. جيبي الشخصي، كل حاجه كانت من جيبي الشخصي، تمام. كنت بنزل اعمل كده بقى ليه؟ وانت قاعد في ايجار. انا قاعد في ايجار، والله قاعد في ايجار ودلوقتي. لا قول لي بس، كمل لي اه. كنت بنزل بجيب الحاجه دي وكنا بنوزعها. الموضوع كان بيعود عليا انا بقى بايه بقى؟ انا كنت بنسى كل حاجه بقى. انت كنت بتفرح الناس وبتسعدهم وتشوف الابتسامه على وشهم، ده كان بيعود عليا انا بقى بالفرحه. انت عارف انت لما تكون كده فاصل شحن وتنزل تشحن، اه ده اللي انا كنت اللي بعمله. هو انت بتفرح يعني لما بتفرح الناس دي. ده اللي بيرجع انت لي بالفرحه. بتحس انت مثلا خلاص. يعني مثلا ممكن نقولها مثلا اللي انت بدأت تعمل كده عشان انت كنت في فترة صعبة. ده الاساس، محتاج انت حد كنت في فترة يفرحني، صعبة، محتاج محتاج حد حد يفرحك. يجبر محتاج بخاطري. حد يجر بخاطرك، محتاج حد يساعدك. ده اللي حصل. وهكذا. ده اللي حصل وكنت بنزل وفعلا كنت بنزل بنسى كل حاجه. مم. طب ليه بتعمل كده؟ انا موريش حاجه بقى، انا عاطل، صدقني. انا كنت ساعتها خلاص. مفيش اساس، مفيش اه شغل، اه مفيش بيزنس خاص بيك. انا بص بعد ما الموضوع بقى وقع خالص، انا في مرحله كده بس عدت ما قلتلكش عليها. بعد ما قفلت وكل حاجه، انا مم. كان في مناديب شغاله معايا، شغاله في ناس بتوصل مصدر اوردرات. دخلها قايم عليك. طبعا اه. يعني موظفين ومودريتور بقى ورد ورسائل وويب سايت وكل الشغل ده، انت سوشيال ميديا. طبعا ده شغلك انت فاهمه، طبعا. تمام. فانت كنت بتبقى في مرحله ان انت مش بتعمل حاجه، انت مم. بتدير. انا بقى لما نزلت كنت بنزل مواصلات اشتري مثلا، رجعت بقى لنقطه الصفر، تمام. يعني انا كنت بادئ فيها الاول، رجعت لنقطه الصفر، بقيت انزل زيرو. اخد بقى. كان لسه بقى عندي عملاء من غير بقى سبونسر ولا حاجه، اللي هم عارفين بقى تيارة جاي. اه العملاء اللي هي بتجيلك بشكل دايم، اه عارفاك، بالظبط عارفه كده. رامي. انزل اجيب لهم الحاجه بالطلب واروح انا اوصلها، انزل السوق مم. مواصلات، ما انا كانش معايا حاجه بقى خلاص. مفيش فلوس. اه كنت بنزل السوق اجيب الحته دي على الحته دي مع 3 4 اوردرات، اروح مدينه نصر، التجمع، كنت بلف. بتبيعهم ازاي؟ هم جايين لي العملاء اه اونلاين، بتودي هم للعملاء، انت عاملين بتروح اوردر، بنفسك بتودي انا اللي بروح للعملاء. اوصل مبقاش في حد بقى. معاك، مبقاش في حد خلاص. يوصل. خلاص انا كنت بروح العاشر من رمضان، بنزل موقف في مم. العاشر من رمضان. انا عايز اقول لك انا كنت ممكن امشي مثلا 3 كيلو والله العظيم، مم. حرفيا عشان اوصل اوردر. ده بس كنت بعمل كده، وكنت بقى ماشي، انت ممكن تشوفني ماشي في الشارع ماشي عامل كده اهو، وسرحان في ملكوت الله. انا شايف الطريق وشايف بس مش دريان بالناس، مم. مش حاسس بحاجه. انا ماشي راح اوصل الاوردر، عشان بتعمل حاجه حاببها. مش هوقف سعي. لا لا سيبك من الحب بقى، انت مم. هنا انسى بقى الحب بقى. انت هنا في كل اللي انت عارفه وفاكره ان ربنا مش هيضيعك. بس انت بعد الوقعه دي برضو انك تكمل، يعني انت كنت في حته حلوه. انك تكمل انت بنفسك وتنزل وتقوم الموضوع على رجلك يعني عندك اكسسوارز مثلا وحاجات، دي وناس بقى، عايزه الحاجات دي من مكان بعيد بتروح لها انت بنفسك، دي برضو مش سهله يعني. وان انت اصلا تروح توصل اوردر. انا معلش، انت النهارده لما تبقى صاحب شركه وقاعد على المكتب
تنزل انا كنت بنزل بدري قبل الناس اللي شغاله، وكنت مجتهد وكل حاجه. مم. بس انت بتنزل مفيش حاجه اسمها اروح اوصل اوردر، مستحيله. مم. انت كان الاوردرات بتوصل وانت قاعد. طبعا. حتى انت متابعه التسليمات ما كنتش بتتابعها. انت في ناس شغاله بتتابع التسليمات، انت كانت وظيفتك ان انت تجيب شغل انا متفاجئ بصراحه. نزل جديد. فانا بقول لك بقى رجعت بقى ايه لقبل الصفر، يعني لقبل الصفر، وبقيت بوصل بنفسي، وكنت اجيب 100 جنيه من هنا على 200 جنيه من هنا وده يساعدك في الدخل. و... ما افتكرش عشان اللي هو هيبقى الرقم مصاريفي. برضو انت كنت متخيله وبتعمله، والدخل اللي بص بتدخله انا والناس اللي حواليك والايجارات ما والحاجات دي خلاص كلها. بقى انت مضطر، انت مضطر. وبعدين انا مولود في اسره عاديه، في اسره عاديه خالص، مم. ناس بسيطه، تمام، مش مش فقراء. التجمع يعني زي ما الناس بتقول كده على احنا الكومنتات. مش مش عارف التجمع فقراء، مش دلوقتي. فقراء، لا احنا في طبقه الحمد لله ميسورين، عايشين حياتنا طبيعيه. بس في مولود في منطقه شعبيه، انا مولود في العباسيه، مم. تمام، في الويليه، حلو قوي. تمام. فانا اصلا يعني ابن بلد. حد بسيط، ابن بلد. يعني حد بسيط جدا. اه. فعادي بعرف اعيش، وده ممكن اللي بنشوفه في الفيديوهات. انا بشوف على فكره انا رامي انا ده اللي هو جدي رامي شبه الناس. رامي شبه الطبقه اللي هو بينزل، يعني الناس حتى لما تيجي تكلمها او ناس تيجي تدي لها حاجه ما تحسش ان رامي حد غريب. لا مفيش. ما رامي. دايما الناس كل كومنتاتها او رسائلها وبيبان على فكره، يعني الحاجه يقول الفيك لي احنا بتبان. بنحسك ان انت شبهنا، مم. تمام، لان انا فعلا شبههم، انا منهم وهم مني. دي حاجه انا مش هقدر اغيرها، مم. مهما جبت ملايين مشاهدات، مهما طلعت على قنوات، مهما اتشفت والناس تقف تتصور معايا، كل ده ما انا بيغيرش بحسها فيا يعني اي حاجه. عارف بحسها في ايه كمان؟ بحسها اللي في ناس بتعمل صدقه ساعات او بتعمل حاجه معينه مم. وتعطف على الناس تيجي تعمل شو بيها او تيجي، يعني في ناس معينه كده بشوفها في الموضوع ده. انا بقول لك انا بقى من منطلق مم. ان انا بتابع كده كده الناس كلها اللي حواليا والحاجات دي كلها. في ناس بتعمل الحاجه وبتبين للناس اللي هي بتعملها، اللي صح. هي ايه، اللي انا بعمل صدقه تعالى افرجك انا بعمل ايه، او تعالى افرجك انا بعطف على الناس ازاي، او تعالى افرجك ان انا بعمل اطعام لناس وبعمل خير والكلام ده كله عشان احط نفسي في الحته دي. صح. لكن ان انا احس ان ده حد شبهي وحاسس بيا وبيعمل ده من منطلق ان هو حاسس بيا، دي قليل، قليل لما الاقيها. قليل جدا. يعني اذا ما كانتش نادرا اصلا انك تلاقيها. صح. بس طب انت دي احساسك كده ايه؟ كفايه جابت اول سؤال. هي دي كفايه قوي. بس انا عايز اقول لك بقى، انت طبعا يعني في الفتره اللي انت بدأت فيها دي هتلاقي تحديات كتير. ناس قالت لك لا انت بتعمل ايه، انت بتعك، حصل. طالع تعمل ايه، طالع تعمل محتوى خير ولا طالع تاخد ترند وتطلع على السوشيال ميديا تاخد ريتش. اقرب الناس ليا. تاخد ريتش، ما انا بقول لك انت اكيد طبعا لا، واجهت الموضوع ده، وواجهته ازاي انا هو عايز اعرف. بص اقرب الناس ليا وكان بيقول لك انت ايه يا عم اللي انت بتعمله ده، انت عمرك ما هتنجح، بعيد بقى عن الناس اللي كانت بتقول انت بتاخد اللقطه يعني. هم. دايما كانت اتقال لي انت ايه، انت مش هتنجح، اللي انت بتعمله ده ايه. صحابك. اقرب الناس ليا. هم. انا طبعا انا مش هينفع اذكر اسماء يعني. اكيد لا طبعا. فيا عم اللي انت بتعمله ده ايه التفاهه دي، اللي انت بتعمله ده عمره ما ينجح. هم. قلت له يا عم انا بعمل حاجه لنفسي وللناس، انا مش بعمل حاجه عشان اتشاف ولا عشان لا اتشهر. لا انت حاجه انت حاببها، بس هم مش كبر هيفهموا ده دماغك، بقى. هم كل ده كبر شايفين دماغك. ايه صانع السعاده ده، واحد طالع بالظبط كده. على السوشيال ميديا زي ما بالظبط بنشوف كده. تيك توك بس والكلام ده كله. انا عايز اقول لك انا يعني شهرين ثلاثه مثلا وابتديت بقى خلاص صانع السعاده طلع ترند. بالفيديوهات اللي بدأت بيها قطع ضحك، ايه القطع الضحكه دي، كل القنوات بقى، لقاءات بقى، ربطوك طبعا بصاحب السعاده صانع والمسلسل السعاده بقى واللي وانت هو طب انت بتعمل كده ليه طب. اه ونزلت وكانوا كلهم طبعا عايزين يعملوا حلقات اكيد. واللي انت بتعمله، بس احنا اللي نصوره، مم. وكل ده كنت بدفعه من جيبي. عايزين ياخدوا يعني عايزين يتعرفوا والكلام ده بس ما كله. هو ترند، مم. انت عارف احنا البلد بتاعت ترندات، احنا الترندات. دلوقتي ترندات اصلا. بالظبط كده. اي حاجه بتطلع ترند. بس ساعتها بقى لما اتشهرت بقى وبقيت اطلع على القنوات وبتاع، انا لحد كده انا برضو ما بكسبش جنيه. مفيش انكم. انسى خالص يعني، انسى. مفيش فلوس سوشيال اه ميديا. انا لحد دلوقتي انت لو دخلت صفحتي هتلاقيني مش عامل اعلانات. مفيش، لا هو مفيش سبونسر، بس انا ما بكلمك انت مفيش بقى سوشيال ميديا، مفيش انكم. الحاجات اللي الناس بتقول عليها دي والارقام الناس بتقول عليها يا دي. عم تصدق بالله. انت عارف والله هقول لك على حاجه انت عارف بس. في كومنت صادفني، مم. واحد بيقول لك انت فلوس السوشيال ميديا دي بتجيبها وبتصرف على المحتوى بتاعك عشان ترجع لك اضعاف. انا جمعت اول $100 على الفيسبوك من مناسبه الارباح يعني، بعد 11 شهر بعمل فيها فيديوهات. $100 ده مش رقم، يعني انت بتتكلم في $100 ده يعني مش هيجي حتى 10% من اللي انت بتصرفه. 11 شهر. سنة. قول سنة يعني سنة. سنة. اللي يعني اللي صحاب المحتوى
واللي عندهم ارباح من الفيسبوك عارفين ان الفيسبوك ما بيدكش الربح غير بعد ما بتجمع $100 اقل حاجه. ايوه انا عارف المعلومه دي. كنت كل يوم ببص عليهم، كنت كل يوم ببص عليهم. $100 بعد 11 شهر بالظبط. بعد كده انت انت برضو بقى انت قصاد $100 دول اصلا انت صارف كام؟ مبالغ. اه ما انا كل هسألك بقى، ما انت الحاجات دي بقى انت بدأت المحتوى بتاعك، عملت فيديوهات اتشافت، بعد كده كانت ايه الخطوه بتاعتك، او انت عملت ده مثلا استفدت ايه؟ العائد اللي انا كنت بشوفه فرحة الناس والمردود اللي كان بيرجع لهم كان بيخليني اقول لا انا ربنا حطني في المكان ده. هو انت بمزاجك عايز تبطل؟ انت حسيت حاجه بينك وبين ربنا؟ اه انا كنت بكلم نفسي، كنت بكلم نفسي، كنت مم. بكلم امي، كنت بكلم زوجتي، بقول لها لا انا مش هقف. ايوه انا مكمل. قالوا لك بطل اه ولا انت كانوا؟ انت يعني انت وصلت بتعمل كده مثلا، ليه؟ يعني انا هسألك سؤال، يعني هم انت مثلا نجحت ووصلت لحاجه حلوه في الاول وبدأت تعمل فيديوهات، اللي حواليك قالوا لك انت مش داخل لك حاجه من الموضوع ده، او اصلا مش فارق معاك الموضوع ده تعمله انت ليه؟ مش مستفيد حاجه. امم ما هو انا فعلا مش مستفيد حاجه. ما انا عارف، عشان كده بسألك بقى انت مش مستفيد حاجه. ليه مكمل في الموضوع لا انا بتاعك؟ مستفيد، انا مستفيد. انا بفتح دلوقتي بقى، انا بفتح بيبان خير لناس، مجرد سبب. تسترزق منها. انا مجرد سبب. دايما بقول الكلمه دي، حتى الناس اللي بتقعد تشكرني يا جماعه انا ما عملتش حاجه، والله العظيم انا ما عملت حاجه. هو ربنا اللي عمل لك. هو بس ربنا لازم بيحط سبب للحاجه، صح. لان زمن المعجزات انتهى. حصل. مظبوط. تمام، فربنا بيجعلني انا سبب. انت سعيت وعملت اللي عليك ودعيت، فربنا حطني سبب قدامك عشان اوصل لك مثلا المبلغ ده، عشان اوصل لك مثلا الحاجه دي. يعني هو ده اصلا الحاجه اللي بالنسبه لك انت مع ربنا انا مكمل عشانها، دي حاجه بيني وبين ربنا بقى. مش عايز حاجه تانية. اه دي خلاص، خلاص انا مكمل بقى. مهما نكون بص، مهما يعني حصل او مهما شفت عقبات او حاجات وقفتني، لا انا مكمل. ممكن يجي لي شويه احباط، ممكن اتخنق شويه، بس الكلام ده بعد يومين. شكرا. يعني التحديات اللي جات لك دي انا طبيعتي كلها. على فكره كده. لا ما انا شفت ده بصراحه. انا شفت يعني من الكواليس اللي حصلت والكلام ده انا شفت. لا انا طبيعتي لكن انا كده. بقول لك ده عشان الناس بتقول لك لا ده لا رامي. الناس لازم تعرف كده ما انا اه. ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انا اصلا بدايه الفيديو مم. اول ما دخلنا واتكلمنا قلنا هنسال شويه اسئله عشان الناس اللي بتشوف انت رامي بتسأل على لسانهم اصلا. بسال على سبيل الناس. مم. يعني كان انا ممكن اكون عارف، صح. واجهت حاجات زي كده ومريت بحاجات زي كده وشفت ازاي الواحد ممكن يقع والناس كلها اللي حواليه تحبطه، مفيش حد يعرف يساعده. يعني دي حاجات انا مريت بيها وعارف ازاي الواحد بيبقى مضغوط مش عارف يقف تاني على رجليه. صح. فالناس مش فاهمه ده، الناس شايفه الجزء اللي خارج، الجزء اللي هو اللي رامي بيعمل محتوى بيكسب من السوشيال ميديا قد كده، فعشان كده مكمل ومستمر يكسب من السوشيال ميديا لحد ما يبقى عنده بص لامبورجيني هو دايما وعربية. هو دايما الناس بتبني كل حاجة من خيالها. يعني عندك مثلا محمد صلاح. محمد صلاح دلوقتي محمد صلاح بيتشتم. الناس بتشتمه، ما انا بس بسألك. محمد صلاح انا على فكرة بحب محمد صلاح جدا. شخص مين ناجح، ما يحبش محمد صلاح؟ شخص ناجح تفتخر بيه، ربنا يوفقه. طبعا تمام. مين ما يحبش محمد الناس صلاح؟ بتطلع بس تنتقده وبتشتمه. ما انا بشوف الناس هو قال لك تقول حاجة حلوة قوي، قال لك انا ما بسمعش للناس، ما ببصش للناس. العقلية المينتاليتي. اه اه معلش يعني. احنا عندنا مثل بنقوله، بيقول لك بيبقى شاحن كارت فكه وقاعد على القهوه شكك. وعمال يشتم في انت الناجحين. لك ان تتخيل ان محمد صلاح ده بره ايقونه، الناس ايقونه. بتحترمه ازاي، بالظبط. الناس يعني عارف لعيبه ليفربول الصغيرين مم. اللي طالعه دلوقتي كلها، هو القدوه. حتى لو في انديه تانية. انت عارف طبعا الدوري الانجليزي عامل ازاي، عارف ارسنال طبعا طبعا ومانشستر وما طبعا، اعرفش. واللعيبه عامله ازاي. تشوف لعيبه وتشوف لعيبه لسه طالعه جديده 15 سنه 15 سنه 16 سنه بتقول لك محمد صلاح ده بالنسبه لي قدوه. قدوه، مم. وماشي على اللي هو ماشي عليه، ونفسي اوصل في يوم من الايام ان انا ابقى محمد صلاح واوصل اللي هو وصل له لعيبه في ليفربول، اللعيبه محمد اللي صلاح طالعه ايه اللي الناشئين في ايه اللي ليفربول. بيميزه يا عبد الرحمن؟ محمد صلاح مش احرف واحد، مش احرف مش لعيب، اعرف لعيب في العالم. ومش انا اجمد لعيب متفق في العالم. انا متفق على دي. محمد صلاح اللي بيميزه ايه؟ عقليته ناجحه، العقليه مم. الناجحه، الاستمراريه، بيحارب. محمد صلاح معاه ملايين. لا تمام. طبعا يعني ربنا ملتزم، يكرمه. ملتزم. تمريناته اول واحد بيجي التمرين. آه. تمام. كلوب قالها نظام. كلوب قالها ودلوقتي المدرب بتاعهم قالها برضه. ده هو كفايه التحديات اللي هو فيها. هو عنده تحديات اصلا ان هو عايش بره في بلد فيها كل حاجه مباحه، مظبوط كل حاجه متاحه، مظبوط. فهو يفضل ملتزم وماشي كده على الصراط انت عارف ان المستقيم. في ساعات ناس بتقول ناجح. مراته
مراته اتغيرت ما اعرفش ايه، ايه ازاي تطلع تقف في المدرجات، ازاي تنزل الملعب، ازاي ما اعرفش ايه وبتاع. انا عايز اقول يعني محمد صلاح مراته لحد دلوقتي محجبه. محجبه. ما انت برضو، ما دي حاجه هنقف تعالى قدامها، بص هنا. دي حاجه هنقف معلش قدامها. معلش، هنا في حين ان انت هنا اصلا بتشوف ناس البلوجر، انا اسف، في بلوجر هنا مثلا تلاقيها مثلا كانت محجبه بتاع، اول ما اتشهرت راحت قلع شكرا. الحجاب. حصل، شفت بيعمل الحاجات هي دي. توصل مثلا 1% من شهرة صلاح؟ مش مفيش حد يوصل لشهرة محمد صلاح مصري، مفيش حد مصري هيوصل للشهرة مفيش دي، 1%. وهم كلهم عارفين ده. اه كفايه لقطه، اه كفايه لقطه. كفايه تاخد اللقطه، انت بتاع الشو. الحاجات دي كتيره قوي. احكي لي بقى. بس بصراحه عشان ما بقاش كداب يعني، هي مش كتيره قوي، هي نسبه موجوده. بس النسبه الاكبر الحمد لله الناس بتحب المحتوى بتاع صناعة السعاده وبتشجعني، عشان برضو انا اكون صريح معاك. لكن النسبه التانية دي اوقات كتير قوي بتبقى محبطه يا عبد الرحمن، هم. بيبقوا محبطين جدا. عارف انت لما تكون تعبان في الحاجه وبتعمل كل حاجه ومش مستني اصلا عامل فيها مقابل. مجهود اه. اه مش مستني مقابل اصلا، انت عاملها كده، عاملها لله اولا، ثانيا علشان تفتح باب خير للناس. تمام. فخلينا نبدأ مثلا، انت الخير ما بيتصورش. اه اه ما في كذا، ده طبعا ده اهم سؤال بيتسأل. الخير ما بيتصورش، ما انا بقول لك انا جاي لك بتاخد في لقطة بيه. اكتر حاجة بقى دي. انت بتاخد لقطة بتصور الخير، هم. الخير في السر بس. طيب احنا مش هنتكلم ديني قوي، بس انا عايز برضه اوضح ان الصداقات عامة في السر وفي العلن، وفي ايات في القرآن بتدل على كده، وفي احاديث بتدل عن كده، وفي اوقات صداقات العلن مستحبة اكتر من السر. هم. تمام. مش هطول في بس النقطة انت دي دي. حاجة بينك وبين ربنا، ما يعني انا انت في الاول وفي الاخر انت انت مش فارق انت معاك الناس بص، اللي انت بتقول ده رب، كله. لا انت مش هيفرق معاك الناس، هم. لان انت مستني الاجر من ربنا وبتعملها لله. اكيد. تمام. اه طبعا. هنا بترجع للنية. انت بقى نيتك دي محدش يعلمها غير ربنا. انت نيتك دي خالصة لله طبعا. وبتصور لهدف معين، ولا انت بتصور فعلا عشان الشو واللقطة؟ طبعا. دي انت نفسك ما تعرفهاش. بتواجهها ازاي بقى انا الحاجات دي؟ بواجهها، اللي انا دلوقتي بكبر دماغي. الاول وصلت ان انا كنت هبطل محتوى خالص بسبب الناس اللي بسبب الناس اللي زي كده. بتقول لك انت بتعمل ايه اه انت. في فيديو عندي مشهور جدا، لو انت اكيد شفته، اه قول لي. اللي انا طلعت قلت فيه يا جماعه انا هبطل محتوى خالص. الاعتزال. اه لا ما ده بقى، ده المفروض بقى ده السؤال ده اصلا مهم، انا كاتبه يعني. اه انت جيت من كام شهر كده، لقيتك عامل فيديو من العربية، انا هبطل صناعة محتوى، حصل. مش هعمل محتوى تاني، كفاية كده، ومش هعمل اعمال خير، وما قلتش كواليس. بص انا ما قلتش مش هعمل اعمال خير، اه انا بالظبط قلت لا انا انا هبطل قصدي، لا محتوى. انا قصدي على المحتوى اللي انت اه بتعمل اعمال خير وتنزل فيديوهات زي الاول زي ما انت طيب بتعمل. خلينا نجيبها كده ايه، واحده واحده سريعا. هو اولا احنا قبل المحتوى ده كلنا بلا استثناء بنعمل خير، مفيش حد ما بيعملش خير في حياته. اكيد طبعا. تمام. رامي اللي هو صانع السعاده حاليا، هو واسرته ووالدته وكله، كنا بنذبح في العيد زي اي حد، مم. كنا بنعمل شنط رمضان. جميل، حلو قوي ده. كان وقت كبير جدا من حياتنا في مساعدة اللي احنا نعرفهم. والدتي عارفة حد محتاج، جه حد قال لي، انا قلت لك انا أصلاً كنت صاحب شركة وكانت الحالة ميسورة وكان في فلوس، كان يجي عبد الرحمن صاحبي، رامي في حالة كده عايزين نساعدها. اه ده كنا حصلت بنعمل كده، يعني، دي انا فاهمه. كنا بنعمل كده، ده اكيد. طب احنا لما نقلنا بقى للتصوير واللي هو نصور المحتوى، عملنا كده ليه؟ النهاردة في شخص ما محتاج عملية ب100,000 جنيه، مم. انا مش امكانياتي اعملها له، ما معيش، فبعمل معاه حلقة. انت الرسائل اللي بتجيلك بتشوف كذا حد طالب منك مثلا مساعده، بنروح له، ناس حالات حرجه، بتروح ايا كان بنروح المكان بتاعه فين؟ بنروح له بنروح، بت... احنا بنسافر، بتسافر احنا بنسافر بلاد دلوقتي. مش القاهره لا 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 ولا لا لا مثلا عشان انت خالص، قاعد في القاهره بقى مثلا، فانت بتسافر بتوع بالعكس، القاهره والجيزه والمنيا والصعيد والحاجات احنا دي كلها بنسافر بتروحش. وخصوصا القرى الصعيد دلوقتي، احنا متارجتين قرى الصعيد وبنسافر لأي حد محتاجنا، برضو في استطاعتنا، لان انت برضو مش هتقدر تعمل كل حاجة. انت اكيد. مهما كنت برضو انت مش هتقدر تساعد كل الناس، بس انت بتساعد اللي انت بتقدر عليه. اه فاهمك طبعا. فاهمني؟ فهو ليه بقى المحتوى، ليه بقى بس التصوير؟ حته السفر دي يا رامي اصلا انك تسافر بالعشر ساعات ولا بالتسع ساعات عشان حته ان انت ايه، تعمل عمل خير او تساعد حد بعت ان هو محتاجك والكلام دول. انت ممكن حد ممكن تطنش، ممكن تقول لا ده انا إيه اللي يوديني المشوار ده كله، ما عارف يعني اطنش اكبر امتى، دماغي اكبر دماغي. عارف اكبر دماغي امتى؟ لو انا فعلا بتاع لقطه، ما انا هاخد اللقطه في القريب، انا هتعب نفسي ليه؟ امم. صح. فاهمك ما انا صح. خليني في لا صح، القريب، بتتكلم صح. والقريب كتير.
لا انا بدور فعلا على اللي محتاج امثل حاجه، اللي هو فعلا خلاص لو انت ما رحتلوش ممكن يحصل له حاجه، ممكن يموت، واحد محتاج علاج، واحد تعمل ايه محتاج بقى في ادويه. حاله زي كده مثلا؟ حاله مثلا حد طالب منك ان انت تقف معاه وعنده عمليه برقم بص كبير دايما جدا. دايما الحاجات دي بتحصل، اللي انا ببقى واقف مثلا، احنا دايما مسابقاتنا وحلقاتنا بتبقى في الشارع، اه، فباجي ده انا باجي عارف انت، بصور مع ده حد. ده المحتوى اه الرئيسي بالظبط، بتاعك. انا باجي اصور مع شخص مثلا. خلينا نضرب مثال بحد، مثلا مين اخر حاجة. كان في مثلا ست اسمها ام محمود، زوجها بتاع بطاطا. امم. صورت معاه مسابقة، كنا عاملين جوائز، بنسأله سؤال وبيكسب جايزة. فطلب مني ان هو يركب سماعة لمراته. ما ما بتسمعش. بتسمعش خالص، اه، من ساعة ما اتولدت وهي ما بتسمعش، تلقائي انت وهي بتعمل عايزة فيديو، بتعمل سماعة. انا انت بعمل بتعمل فيديو معاه فيديو عادي، عادي فحكالي. ففجأة فبيقول لي انا نفسي مراتي تسمع. طب هي مثلا محتاجة عملية؟ لا محتاجة سماعة. تخيل واحدة عايشة 29 سنة او 30 سنة ما عشان بتسمعش سماعة. هي مش محتاجة حاجة صعبة، للدرجة دي. هي السماعة مش صعبة يا عبد الرحمن، لا، بس هي مش عشان صعبة بس عشان هي ظروفه ما تسمحش. اه. فقال لي كده. انا ساعتها كسبته مثلا جايزة مبلغ ما، يعني مبلغ صغير، يعني مش لازم نقول المبالغ. فهو طلب السماعة هتتكلف مبلغ كبير فوق طاقتي، فانا صورت الحلقة ونزلتها. ايه اللي حصل بعد ما الحلقة؟ كان حد ناس كلمتك قالت لك عايزين نساعده؟ عملنا له السماعة. انت بتهزر؟ ما هو ده بقى المحتوى، هو ده الهدف. تنزله الناس مظبوط. تشوف الحاجة اللي عايزها وتساعده بيها، فانت عرفت الناس بحاجة زي كده. حصل. ده 90% من اللي بيحصل حاليا. حلو قوي. انا محتاج سماعة لمراتي، رسائل وكومنتات ورسائل وكومنتات، ونشارك ونشارك. جه شخص واحد كفل بالسماعة كلها، رحنا عملنا عن لها طريقك. الكشف، وليها فيديو بعد اه، واحنا بنعمل لها السماعة. عملنا لها الكشف وعملنا لها السماعة، ورحنا استلمنا السماعة. كفاية فرحتها بعد ما لبست السماعة وبقت بتسمع. طبعا. هي بقت واحدة قعدت 29 سنة، انت كام 29 مبهورة، سنة هي مبهورة، وفجأة دخلت عليه. مبهورة. والله العظيم مبهورة يا عبد الرحمن من الفرحة. ما شاء الله. كده بقى كتير بقى، كده كتير جدا. ده الفيديوهات بتاعتك طب بتبقى عن نفس القصة كده؟ انا بقى من غير حد الحلقة محتاج. كنت هقدر. لا. ده التصوير، ده صانع السعادة بيصور عشان كده، مم. بيصور عشان خاطر انا من جيبي الشخصي مش هقدر اعمل كل ده. اكيد. انت لو اصلا جيبك الشخصي مش هتفضل، مش هيبقى معاك ولا جنيه. مش هيبقى معايا ولا جنيه، مش اه، هقدر مش اكيد هقدر. اكيد مش في فانا استطاعتك. مثلا الشخص ده حاجه مش في استطاعتك اصلا يعني، هي انت غصب عنك، انت والله انت اكيد عايز حضرتك، تساعد ناس كتير قوي بس. والله حضرتك محتاجة كذا. طيب هيجي شخص تاني يقدر يعمل كذا ده، فبوصلهم ببعض. اتفضل حضرتك، هي محتاجة قد كده، رقم تليفونها او رقم تليفونه، تواصل معاه وساعده. ما تبعتليش انا حاجة، حلو قوي. روح اعمل له اللي هو نفسه فيه، امم. اعمل له اللي هو عايزه. بس انا بقى دلوقتي بيطلع من جيبي الشخصي بقى، من شغلي دلوقتي او حياتي دلوقتي، دي حاجة تانية. يعني انا دلوقتي لو جبت لك الموبايل ووريتك رسائل، لسه صديق ليا الصبح، امم. يعني صديق عزيز عليا، قال لي ده في حالة محتاجة علاج، والعلاج غالي جدا، واقفين على 3200. انا الارقام دي اقول عادي ليه بقى؟ لان دي اصلا ما ما حدش يعرف هو انا بس الاشخاص. ما دي دي ما حدش يعرف دي الاشخاص عادي لك، اصلا، ما دي دي ما فاهمني. تعتبرش اللي هي رحت باعت له، صدقه. جاب جاب العلاج. تمام. شخص تاني برضو جارنا، في شخص محتاج كرسي، عنده شلل ربنا يعافيه. يا رب. الكرسي اللي هو بتاع الحمام بيتكلف مثلا 4000، بعتنا جبناه له. لسه في طفل بياخد حقن في الشهر ب10 آلاف جنيه، ليها علاقة بالأعصاب، من غيرها ما بيعرفش يتحرك ولا يمشي. انت بتعمل من ده كتير طبعا، ناس خد كتير بتبعت لك. جاب العلاج. انا عايز اقوله بقى ايه من المغزى، دول كده حاجات بسيطة. اللي انا عايز اوصله ايه بقى من الكلام ده، ان احنا اللي بنعمله قدام الكاميرا ده جزء بسيط جدا من اللي بيتعمل من ورا. الحاجات اللي بتحصل اصلا. جزء بسيط يعني جدا. انت الفيديوهات اللي بنشوفها دي كلها، لا ده انت في اصلا حاجات كتير. اضعاف الكلام ده كله حاليا بتحصل بره اصلا. الحمد لله بتوفيق ربنا بنعمل حاجات كتيرة جدا بعيد عن التصوير بقى. فانا قلت لك المغزى ايه من التصوير. حالة بقى فوق بقى استطاعتنا كلنا، انا وعبد الرحمن صاحبي وعواد ومش اه، عارف مين، فوق مقدرتنا. فحضرتك ممكن نصور معاك حلقة مثلا، ونعرض مشكلتك، وان شاء الله هنجيب لك حل. بيحصل.
يعني ده وارد يحصل لك من الحاجات اللي بتقابلك. بتحصل، ما هو مش مقدرتي، اه مش قادر اللي انا اعملها له. مش في استطاعتك. واحد محتاج عمليه مثلا ب 200,000 جنيه، ب 300,000 جنيه، لو عملت حلقه معاه الناس بتساعده وبيعملها، والله العظيم، ولو بمليون انت سبب في في بس اللي هو انا توصله سبب مش لحد اكتر ولا يساعده. اقل. فاهمك. يبقى انا لما بطلع اصور ولا ادي حد جايزه قدام الحلقات، انا بعرفك ان احنا بنعمل كذا علشان تساعد الشخص ده. دي بقى النقطه الاولانيه. اه ما اللي هو حته الريتش وبتكسب وبتعمل لا، انت عارف انا بقعد اتمنى الفيديو يجيب مشاهدات ليه؟ عشان يوصل للناس عشان اكتر. يوصل لناس اكتر ناس يساعده. اكتر تساعدك وناس تساعدها اكتر. اه فانت وصلت للي انت عايزه اصلا في الاول، ده اساس صانع السعاده. خلينا اخر حلقه دلوقتي اللي احنا كنا عمالين نهزر فيها انا وانت قبل ما نطلع. اه انت كنت بتقول ايه؟ هي يعني اسراء البنت اللي هي انت عامل لها عندها فيديو، مطبخ في البيت. فيديو امبارح. تعمل اطعام واكل يعني على قدها. بس انت بتعمل مطبخ اصلا صانع السعاده. مطبخ صنع السعاده دي قصه طويله. جت ايه بقى اللي جاي اللي خلاك تروح اصلا لحد تاني عنده اصلا نفس الفكره، مطبخ ما بيعمل عشان مطبخ. انا مش شغل. اه او انا لو شغلي ومستني منه مكسب هروح اخلي حد في نفس مجالي ينافسني؟ لا بس انت مست... عملتها حلقه، انت عملتها حلقه. عملتها حلقه ليه؟ عشان الناس تروح لها. انا طلبت من الناس، يا جماعه الناس اللي بتشارك في مطبخ صانع السعاده وبيحبوا الخير والوجبات، ما تكلمونيش انا، روحوا كلموا اسراء. كلموها، شفت طبعا الفيديو روحوا كلموا اسراء. طب اسراء دلوقتي وهي هتشوف الحلقه دي بتكلمني بتعيط من الفرحه، مش مصدقه اللي حاصل. فرق معاها جامد. فرق معاها جدا، خير جاي لها من عند ربنا، مش من عند بس انت صانع السعاده. سبب، لا انت سبب في مجرد انت سبب والله. سبب في حاجه زي انا كده. سبب لا يذكر. انا بحس نفسي لحد دلوقتي يا عبد الرحمن ما بعملش حاجه. لسه في حاجات تانية كتير ممكن تعملها. بصراحه انا بحس نفسي ما بعملش حاجه. هي جالها خير وان شاء الله ربنا هيرزقها من وسع. لا بس احنا كده وصلنا بقى، احنا عرفنا يعني، احنا عرفنا مم. انت بتعمل المحتوى بتاعك، مشاهدات بتزيد، ناس اكتر بيوصل لها الفيديو، نفيد الناس محتاجه مساعده بتوصلها للناس اللي تقدر تساعد. بس. فانت سبب في الموضوع ده كله. انا لو عايز مشاهدات بس، انت عارف ايه اللي بيجيب رامي مش مشاهدات بس؟ بتاع انت عارف ايه اللي بيجيب مشاهدات اه بس؟ طبعا يعني احنا انا بقالي 3 سنين، 3 سنين تقريبا بعمل محتوى. تمام. انا كام مليون دلوقتي على الفيسبوك؟ 1,500,000. مليون ونص ولا حاجه. انا في ناس بادئه معايا المحتوى، بادئين معايا في نفس السنه، مم. دلوقتي 5 مليون و6 مليون، واقل فيديو عنده بيجيب بال 10 مليون مشاهده. بس الكونتنت بتاعه مختلف، انت بتتكلم في بي... كونتنت بقى يعني. بيلعب في التفاهه احنا بقى قادرين اللي هي نتكلم الناس اي بتحبها. حد دلوقتي، احنا في 20، احنا بص احنا دلوقتي 2025. مم. احنا وصلنا لحته ان التفاهه هي اللي بتجيب الريتش. رقم واحد. لايفات تيك توك، اي حاجه، اعمل اي فيديو رقم انزل، واحد. انزله في فيسبوك او انستجرام يضرب، فانا كده اتشهرت، طلعت ترند، ايوه انت اوصل بقابل. 6 7 مليون، ما انا عنديش بقابل مشكله. ناس بيقول لي يا عمي ده انا عندي مش عارف كام مليون. اهلا وسهلا. انا عمري ما قابلت حد قلت له انا مشهور على فكره، مم. او انا عندي ملايين، ولا عمري دخلت مطعم قلت له انا صانع السعاده. مش الناس هدف بالنسبه لك الرقم اللي الناس انت لا وصلت له. الناس بتعرفني من نفسها، اللي ما بيعرفنيش من نفسه ما بقولوش. مم. انا شخص زي اي حد. لا انت بتقابل ناس ما بتعملش بتعمل ولا حاجه. انت عارف ولا حاجه. انت بتعمل الحاجه اللي انت بتعملها ومش فارق معاك وصلت لكام، وصلت ل7 ل8. مش لا فارق. انا مكمل في الحاجه اللي انا عادي. بحبها اه ومستمر. اللي عايز يتكلم يتكلم، ولا تفرق معايا. انا بعمل حاجه انا بحبها وبيني وبين ربنا في الاول وفي الاخر، انا ولا. سبب لاكتر من حد محتاج المساعده. بالظبط ده كده. الهدف بتاعك. بالظبط. قول لي بقى، يعني في سؤال بقى، يعني السؤال ده انا محضره لك. اسال ايه الكومنت اسال انا جاهز. ايه الكومنت الحلو، لان انت اصلا بيجي لك طبعا كميه كومنتات رهيبه، ناس سواء سلبي او ايجابي. مم. ايه الكومنت الحلو اللي لسه معلق معاك لحد دلوقتي؟ كومنت واحد. الكومنت الحلو يعني الكومنت اللي هو انت شفت الكومنت ده معلق معايا، انا لحد دلوقتي مش هقدر انساه. بص هي في كومنتات كتيره حلوه. انا بصراحه يعني انا عايز اقول لك يعني عشان برضو ادي الناس اللي بتحب محتوى صانع السعاده حقهم. انا عندي يعني 90% من الفيديوهات بتاعتي كلها كومنتات حلوه. ناس بتشكر، ناس شايفه عمل اه خير. كلها ناس بتدعي لي، دي كفايه انا دي. بشوف بصراحه ناس تمام. بتحب المحتوى بتاعك. الحمد لله. لكن كومنت حلو ممكن بقى هو كومنت مكرر. اكتر كومنت بحبه قوي بقى يا عبد زي الرحمن، ايه بقى؟ ده اللي بيأثر فيا. احنا بسببك بقينا بنعمل كده وبقينا بنقلدك وبقينا بنعمل زيك. مم. اكتر كومنت بص وانا بقراه، يا جدعان انا ما استاهلش اللي انتوا بتقولوه ده. هو انا بعمل ايه؟ والله العظيم.
وحتى يعني في ناس كنت بقول لها، الناس بتبعت رسائل نفس الكومنت ده وبتكتبه في الكومنتات، في ناس لما كنت برد عليهم بقول لهم يا جدعان، بيقولوا لي لا، انت ليه يعني مستهون باللي انت بتعمله؟ مم. انت مستهون ليه باللي انت بتعمله؟ والله العظيم احنا بسببك بقينا بنعمل سبحان اتعاب. الله، ربنا جعلك سبب انك الناس تخلي تعمل. واحد بيعمل عمل خير، وسبب في ان الناس كتير قوي يعني ناس مش قادره اللي هي حد يساعدها، تلاقي واحد واثنين وثلاثه واربعه يساعدهم، ناس كتير قوي تعمل زيك. خلاص انت بقيت بقى عندك بقى ايه، بقى صانع السعاده موجود في كل تعمل حته. انا شفت على فكره، انا كنت اسالك في السؤال ده، لقيت لك حد عامل صانع السعاده، وحد عامل تاجر السعاده، اه وحد عامل صاحب السعاده ايه ما بزعلش، انا ما بزعلش، اه. انا ما بزعلش سبب، انت ولو حد سبب. دخل قال لي اعمل ايه بقول له انا عايز كله يعمل، انا مش هحتكر الخير. مش مشكله، لا بس هو انا بصور اصلا محتوى عشان حلو. اعمل، انا بصور واوريك عشان تعمل زيي، مم. مش هزعل. وتعمله محتوى اعمله زيي، وعايزني اقول لك تعمل ايه هقول لك، واقف معاك. جميل انك تبقى قدوه اصلا في حاجه، انا عايز اقول لك من ضمن حاجه الحاجات، تفرق في المحتوى في زمن، يعني المحتوى فيه اصلا يعني قليل لما تلاقي حد بيعمل محتوى حلو، محتوى الناس تحب تسمعه. تخيل لما المحتوى الحلو ينتشر، ما هو هدفنا ان احنا وصلت اللي نعمل، انت عايز توصل له. نعمل محتوى هادف. ما انا لما بص، لما اتسالت كتير قوي في كذا لقاء او من كذا شخص، انت ليه المحتوى ده؟ مم. حضرتك انت زعلان ان احنا بنعمل محتوى هادف؟ هيقول لي لا، اقول له طب خلاص، احنا عايزين المحتويات الهادفه هي اللي تنتشر. عايز تكمل، انا عايزك، عايز انا بدل ما رامي بس هو اللي لا بيعمل انا عايز كل محتوى، الناس عايز تعمل، كل الناس تعمل. انا عايز كل الناس تعمل. مش بيفرق معاك لو ياخد مش مثلا هيفرق معايا، لا 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 المحتوى. بالعكس، الحمد لله. انا زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، شفت ناس عامله نفس الاسم، صنع هقول لك على السعاده. حاجه، وانا هقول لك، انا قلت لك في اول حلقه انا كنت بستورد الشغل، وانا اللي كنت بعمل الاستامبات، وانا اللي بعمل الاشكال، وكانت الناس الناس بتقلدها. في حته الاكسسوارز والجاليري اللي انت كنت والله بادئ بيها. والله ما كنت بزعل، والله ما كنت بزعل، وكنت بساعدهم. ولو كان حد يجي يدخل ينافسني وعايز بس تقول لك يبدا، ده واحد جاي ياخد من الحته بساعده. بتاعتي، ما حدش بياخد رزق حد، انسى، مش فارقه معاك. ما حدش بياخد رزق حد. لو مكتوب لك الرزق ده هتاخده، طبعا. هتاخده 100%. انت رزقك كده كده واصل لك 100%، دي مفروغ منها. فانا لما عبد الرحمن يجي يطلب مني حاجه في مجالي واساعده، بالعكس انا كنت بلاقيها بتعود عليا بحاجه احلى. عبد الرحمن بيكبر وبيبقى كويس، ولما احتاجه هلاقيه. انت بيفرق معاك، انت بتأثر في الناس. بيفرق معايا قوي، يعني انا حتى في قبل الناس المحتوى. الناس مثلا اللي عايز يعمل محتوى حلو، واللي عايز يعمل عمل خير ومش لاقي حد يساعده، جميل جميل، تفرق انا معاك. في من ضمن ابدأ الحاجات، بده. في مسج جات لي من استاذه مش فاكر بصراحه اسمها، بس انا حبيت الرساله قوي. تقول لي انت كنت سبب ان احنا عملنا فريق كامل، وانت القدوه بتاعتنا. بعتت لي الجروب بينزلوا صوري اكتر ما بينزلوا شغلهم. بتوريك سلسلة نجاحك عندها. اه بقول اتبسطت لها قوي بقول لها انت بالموضوع ده. بتهزري؟ قالت لي والله ما بهزر، وناس شباب في جامعات وفي التجمع الخامس، وبقيت انا القدوه في الجروب. الايكونيك اللي هم قالت لي احنا مكملين كنا بيه. عايزين نسمي الجروب باسمك، بس خفنا ان انت تزعل، فسموه اسم تاني. دي بتشاركك بقى من تجربة حية تجربه الحاجة انت لايف بتعملها. لايف لايف. دخلت الجروب لقيت صانع السعاده مالي الجروب. دخلتك الجروب بتاعها. اه وكل حاجه اللي كاتبين بقى كل بقى الاعضاء، بصوا النهارده صانع السعاده عمل ايه، احنا هنعمل دي بكره. ايه ده؟ تفرح طبعا، انت قد ايه وصلت في بص الناس دي بقى في قصه بقى المطبخ بقى بتاع الاطعام، دي قصه تانية بقى يا عبد الرحمن، قصه لا، تانية. الاطعام ده انا قلت لك، انت حتة انت بقيت تعمل كل اسبوع فيديو دلوقتي ل... احنا اصلا الاطعام بتاعنا كل خميس. اقول لك على حاجة بقى. او انا ما اتكلمتش معاها في، انت صاحبي بس ما اتكلمناش بقى في الحتة دي اصلا. اه انا ما كنتش اعرف اصلا ان في مستعمرة اسمها مستعمرة الجذام. ناس انا ما كتيره كنتش اعرف، ما زيك، كنتش اعرف مش انت اصلا بس، ان في مرض اسمه اسمه الجزام. مرض الجذام. والله العظيم دي حقيقة ده يعني. انت واحد من يعني ضمن انا والله، الاف. انا والله دي حقيقة، انا اه فعلا ما كنتش اعرف اصلا ان في مرض اسمه كده. طب فانا شفت فيديو الرامي فجأة، مستعمرة الجذام، وبتروح تساعدهم وعامل مش لهم اي حد اطعام بيوصل هناك، مخصوص، وبتروح مشوار مشوار كل ده في كل الخنكه في ابو اسبوع، زعبل. كل اسبوع وعامل اطعام، ووالدتك اه بتساعدك طبعا، قلت لك بقى على الحتة دي. لا دي قصه تانية، والدتك بتساعدك في موضوع ست الاكل الكل دي ده. قصه تانية، دي اشهر اه. مني دلوقتي. هنتكلم هنتكلم فيها طبعا. بس بقول لك انت لا بدأت اصلا تعرف الناس ان في خليني مستعمرة. ارد عليك حته حته عشان ما يلا بينا، انساش. لا ده يعني ده سؤال بص مهم. مستعمره الجذام دي قصه، انا دلوقتي ناس كتير بفضل الله زي ما قلت لك، خلينا متفقين ان انا سبب. سبب، تمام ما هو انت احنا قلنا انت سبب في كل حاجة. ناس كتير قوي من خلال صانع السعاده عرفت المكان، وبيودوا اكل وبيودوا حاجات، ما شاء الله.
ويعني الحمد لله عرفت كانوا الناس اللي فيه ما فعلا كانش حد حد، يعرف عنهم حاجة. ناس ما حدش بيسمع عنها، اه ناس ما حدش بيسأل فيها. طبعا البلد قايمة بدورها على أتم، يعني على أحسن وجه معاهم، مم. بس هم محتاجين تاني. ما انت انت مش محتاجين هتغطي كل يتشافوا، حاجة. محتاجين اه يتشافوا. فاحنا ليه ما نوصلش أهل الخير ليهم؟ عبد الرحمن النهارده في زكاة مال مش عارف ما يوديها كنتش اعرف، انا لمستحقيها، بقول لك ما كنتش اعرف روح اصلا. لهم. تمام، بيقولوا بقى دلوقتي بقى بيروح لهم أكل ولبس وكل حاجة حلوة. قالوا لك بعد اه ما بدأت، طبعا طبعا. الناس هناك قالت لك والناس ده بتدخل تقول لي وبيصوروا لي. انت قد ايه فرقت معانا استاذ وعرفت رامي، الناس. احنا النهارده كنا على مستعمرة الجزام وانت اللي عرفتنا، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. ان شاء الله. اي جمعيه دلوقتي انا بتعامل مع جمعيات في كل حته، مم. الاطعام بنوصله والحاجه كل حاجه تمام. فاول ما انزل الجمعيه دي فين يا استاذ رامي، والله العظيم في واحده تاني يوم بالظبط راحت جمعيه في مسجد الرحمه، ودت اطعام واكل تاني يوم. بالليل خدت اتحكى الرقم، لك. تاني يوم لقيت الشيخ المسؤول هناك بيقول لي يا استاذ رامي في ناس جم قالوا لي ان احنا جايين من خلال صناعة السعاده، شفنا الفيديو بتاعه فجينا. فعايزين نساعد الناس دي الناس عندهم حالات جمعيات الشرعيه لو تسمع عنها، كل مسجد بيبقى فيه جمعيه شرعيه دي اه بتبقى ايه ملمه بالحالات اللي حواليه. عارفين، انا اه عارف الموضوع ده. فهو معاه اسر مستحقه فقراء ما تعرفش عنهم حاجه، لا يسالون الناس الحافه، اسر متعففه تشوفه ماشي في الشارع زيه زيك، لكن هو يعلم بربنا. زي بالظبط كده صانع السعاده، زي ما حكيت لك انا كنت ماشي في الشارع، استنى السعادة في الاول. لابس الطقمية الجميلة وماشي ومتبرفن، بس انا اصلا مفيش في جيبي غير 5 جنيه وممكن اكمل المشوار ماشي عشان معيش اركب. الناس ما تعرفش الكواليس ما دي. تعرفش عنك حاجة. هي نفس الناس دي دلوقتي اللي انا بتعامل معاهم بقى، ما انا قلت لك انا حاسس بيهم، مم. انا حاسس ما هو بيهم، عشان كده بقول لك انت عارف قد وجعهم ايه، فين. قد ايه مأثر في فاهم. الناس دي، ان انت كمان بيقولوا لا ده رامي شبهنا. رامي ايوه دي ده حقيقة وانا احنا لو قلنا شباب. دلوقتي اصلا احنا رامي، اه مر اصلا بالتجربه. واكتر منهم. واكتر من كده، انت كنت في اه حته حلوه، مر بالتجربه اللي انتوا مريتوا بيها، لا ده انت لما تبقى فوق وتقع اصعب ما انت كده كده تحت. طبعا. يعني انت لما طبعا تقع انت اصعب. كنت في حته اه كويسه اصعب بكتير. طبعا. تمام. حاسس بالناس دي. حاسس بيهم قوي، حاسس بيهم قوي لان هم، انا وهم واحد، يعني انا وهم واحد اصلا. في حالات بتأثر فيك قوي، اللي هو انت يوه، انا بعيط كتير قوي. بيمر عليك حالات اه صعبة، انت مش قادر اصلا، انت عايز تساعدهم ايوه. بكل حاجة معاك، بس انت فعلا مش قادر، في مش في اوقات استطاعتك. في اوقات بتيجي عليا هتلاقيني قاعد على السرير كده اهو، انا مش عارف مالي، بس انا عارف مالي، يعني مفيش حاجه مزعلاني. عارف انت لما تقعد تقول طب انت دلوقتي اعمل ايه مع الناس دي؟ مش مطلوب منك حاجه، يعني ما عليكش مثلا حاجه او ما حدش مضايقك في حاجه، طب انت زعلان من ايه؟ بس انا عارف انا زعلان من ايه. مم. انا خدت طاقه سلبيه ووجع من الناس اللي انا قابلتهم، خلاص بقى انت محتاج تشحن. فتلاقيني قاعد مثلا ممكن اقعد يومين في البيت مش عارف اصور ولا انزل يا عبد الرحمن ولا اتعامل مع حد، تأثر فيك. متأثر جامد. ممكن نقول ان دي نفس الفترة اللي انت لما بدأت خالص، يعني لما كنت شغال والدنيا لا تمام ما كنتش كده، معاك. انا كنت لما الدنيا وقعت ما لما كنتش وقعت بتعب كده. يعني انا الناس بتأثر فيك للدرجة بتعب دي. اكتر من الناس، انا نفسي انا بعرف احل، بعرف اتخطاها، عارف ان ربنا مش هيضيعني، مم. عارف ان ربنا هيقف معايا، عارف ان كل حاجة بتعدي. لكن لما لكن اقابل الناس اصعب شخص اصعب ولسه ما حلتلوش مشكلته، تلاقيني بقى قاعد طول الليل مش عارف انام. دي اللي بتأثر اه فيك. والله العظيم، والله العظيم يا عبد الرحمن بنام احلم بالناس. يعني انا النهارده قابلت مثلا شخص محتاج مساعده، صورت معاه، مم. خد جايزه ما غطيتلوش طلبه، هو محتاج حاجه اكبر. مم. فانام بقى عمال افكر واقعد اتقلب يمين واتقلب شمال، ومراتي تقول لي مالك، اقول لها انا الراجل ده هعمل معاه ايه؟ طب اختار الحلقه، تساعده ازاي. يا رب الحلقه بتاعته تجيب، انا عايز الناس كلها تشوفه، يا رب اعرف اساعده، يا رب يا رب يا رب، يومين ثلاثه اربعه يا رب، فاهم والله يا عبد الرحمن. عايز توصله لحد، عايز توصله ايوه لحد يساعده اقعد ادعي، للدرجة دي مأثر فيك. اقعد ادعي 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 واحارب واعمل وانزل استوريات وانزل الفيديو. ارتاح امتى بقى؟ حل له مشكلته. يا احساس بقى ما، والله العظيم احساس ما توصفش. للدرجة دي يا رامي، وخصوصا الناس بتأثر فيك، اللي يا هو ابني، للدرجة دي مش عارف تنام يا ابني وعايز الموضوع، تساعدها وتوصل. الموضوع مش اكبر يعني الموضوع قلب معاك انت، اللي هو لا انت اكبر من ان انت بتنزل بقيت بتعيش تصور. معاهم الحالة انا بقول لك انا سكان عليا مش عايز اصور، خلاص انا تعبت، ان انا تعبت من اللي بشوفه. وخصوصا لما بنزل بقى القرى والارياف وتشوف الناس حالات صعبة، اللي تعمل حالات هو صعبة. على الارض وبيت من غير سقف بتشوف بقى بلاوي بقى، طبعا. فاهم، تشوف بلاوي الناس بقى.
لا تعبت، بس ارجع اقول انت ايه، انت ربنا اللي حطك هنا هتجيب ورا؟ لازم تقف على رجلك لا اكتر قوم. عشان تساعد الناس ما اكتر، ما ينفعش انت لو تقع. وقفت هتقفل باب، انت ممكن تكون انت اللي فاتحه، طبعا. ربنا فاتح الباب ده بيك انت، ربنا جعلك سبب ان انت ربنا تساعد جعلك الناس سبب. دي. طب هتوقف؟ لا قوم. ترجع تقوم تاني غصب عنك بقى. خد بقى بالك من هنا، طبعا. انت مش بتصور هنا ولا بتعمل هنا علشانك انت، لا. انت عشان الناس، انت ربنا موقفك على رجلك اه اصلا انت عايز عشان تساعد تساعد الناس، الناس دي وتقف انت معاها. عايز تساعد الناس. بس الناس مقصرة فيك. الناس بتفضل مأثرة فيا، وبقول لك ما بفوقش بقى. انت بحس ان انا في غيبوبة، بفوقش منها غير لما الحالة بتاع المشكلة بتاعت الشخص ده تتحل. مشكلة الشخص ده اتحلت، خد نفس. خدت نفسك وهديت ورجعت تاني. يلا نكمل بقى. رجعت يلا. تاني تقف عشان اه تكمل تاني. يلا نشوف شخص تاني. ودايما انا ليا جملة بقولها على تعرف تخرج طول. نفسك من المود، اه. اللي هو انت حد اه حد اداك طاقة سلبية قوي. اطلع. دي حاجة بتبقى صعبة، اه ازاي عارف انت، تطلع انا من الموضوع ده؟ بنط. يلا بينا نصنع سعادة جديدة. سكيب. اه تعدي على بعض على ما طول. انا لازم اصنع سعادة جديدة، دايما بقولها وانا مسافر خصوصا يعني. توكلنا على الله. انا بسمعها، اه. انا حاسسها اصلا سلوجان ليك. يلا بينا نصنع سعادة جديدة. انا الاغنية بتاعتي بتاعت صانع السعادة، تمام. دي بتاعتي انا عامة يعني. سمعتها. اه ده احنا عاملينها علشان البرنامج، تمام. فيلا نصنع سعادة جديدة. فانت هتصنع سعادة جديدة من غير ما تتخطى القديمة؟ لا لا تتخطى مش القديمة هقف، طبعا. مش هقف، هكمل. تتخطى القديم. وممكن بتصادفني ايه بقى، تلاقيني مثلا صورت حالة واتنين وتلاتة مع بعض، والتلاتة لسه مشكلتهم ما اتحلتش. مش عارف تعمل ايه. انت بتتحط بقى هنا بقى في هيدك عالي جدا، بتتحط في ضغط جامد. انت بتعمل ايه بقى؟ بتقعد غصب بقى عنك. بتعمل ايه بقى؟ يعني مثلا الفيديو ما وصلش الناس، ما حدش مثلا طلب منك ان انا لا انا قادر اساعد، هيوصل. بتعرضه مع ناس تانية او بص مثلا انت بتعمله وعارف ان ربنا هيحل لهم مشكلته. ما هو ربنا ما ودكش عند الناس دي اكيد. كده هباء، صح. وربنا اكيد، ما. وخصوصا كمان ان فيديوهاتك قايمه على الصدفه اكتر. وبعدين اللي هو دايما. انت ماشي في الشارع وبتشوف الحالات دي مش جاهز، يعني مش مثلا حد قال لك لا لا ده فلان عنده لا مش مشكله جاهز. روح حلها له، لا فانت رايح للشخص بعينه. صح. لا انت بتعمل فيديوهات عشوائي، فانت بتقابل الناس دي في طريقك. بص ربنا ما بعتكش للناس دي وحط الامل فيهم غير لو واثق انك هتحل لهم او طبعا. هتساعدهم. ما ربنا مش هيكسر احنا قلنا قلبهم، هم كده اكيد. كده اصلا تعبانين. فاروح انا دايما الناس اللي بصور سبحان معاها الله، اروح ربنا جعلك سبب انك تروح للناس دي، تديهم امل بقى. تديهم امل وتفرحهم حتى لو بكلمه. يعني حتى لو انت مثلا مش، أو بشوف فيديوهات ليك انت حتى لو مش هتساعدهم ماديا، انت بتجبر تفرحهم، بخاطر الناس دي، تضحك. ما تطبطب عليهم. انت كفايه ان انت بتضحكهم. دي اهم حاجه. انت فاهم. انت في ناس يعني انت بتتكلم معاهم، انا دايما بتكلم معاهم وبصور معاهم وحلتلوش المشكله زي بتاعت السماعه دي، اه. بقولها له بقى بكل ثقه. بالصدفه. لا لا بقولها له بقى بكل ثقه، ان شاء الله مشكلتك هتتحل، استناني. مم. ما تقوليش بقى بتعمل كده ازاي، دي بقت حاجه بقى بيني وبين ربنا. استناني وان شاء الله مشكلتك هتتحل. بس بتديله امل. بديله امل وواثق ان ربنا هيحقق له الحلم. وبرجع له وبيقول لي انت انا ما كنتش مصدقك. انا جيت لك تاني اهو. والله العظيم بتتقال لي على طول. يعني اه. الحاجه بتاعت الخضار اللي كنا جايبين لها كرسي بالكهرباء، كرسي بالكهرباء ده غالي شويه. مم. لا غالي، انا عارف. انت اكيد حلم اصلا حياتها، اه. حلم حياتها. انت متخيل هي حلم حياتها مبني، انت حلم حياتك عربيه مثلا او فيلا او، هي حلم حياتها كرسي بالكهرباء انت لو حسبتها اصلا، تتحرك انت بيه. اي حد في الشارع مثلا وحد جه قال له لا ده انا هرجع لك وهعمل معاك انت وبتاع، عامة. ما اي حد يقول لك انت بتقول ايه يا معلم انت. اه وبتتقال لي بقى كتير يا انت عم بتقول ايه انت، يا معلم؟ انت لا انت اكيد مش بتصور معانا هتيجي، ما حلقه انت جاي وهتمشي. جاي زي ما اي حد بيعدي، اه لان انت هم بتصور بيعدوا. معانا حلقه يا عم وهتمشي. اه. مش ترجع تاني. فبس دايما لما بقول للناس يا عم هجيلك، لا يا ستي هرجع لك، مش مصدقين. فبقول له جرب، جرب يمكن اطلع صادق. اصل انت زيك زي غيرك بتيجي تصور وتمشي. فدايما بقى بتلاقي الناس هو مش مصدق اللي انت هترجع له. وانا بقى عندي بقى ثقة في ربنا بتتضاعف. كل ما بعمل حلقة وبرجع احقق حلم عايز اكمل. الشخص باخد ثقة اكبر في الله. انا مم. كده كده ثقتي عالية في ربنا، بس اكيد. بتزيد، بتزيد. فاقول له انا هجيب لك الكرسي ده يا حاج، استنيني، انا بوعدك. اخر واحده بقى الحاجه بتاعت الخضار، رجعت لها اه رجعت شفت لها الفيديو ده؟ الفيديو ده ترند، شفته اه اه. رجعت لها بالكرسي وهو ماشي، زغرطت. والله العظيم زغرطت. انت متخيل انت اصلا بتأثر في الناس ازاي، والناس بتبقى مستنياك؟
يعني مثلا انت مش ناس مش مستنيه، الناس انت بتبقى جيت هما لها مره، جيت لها مره وعادي فيديو عدى عليا ممكن ما فاهم، يستنوش مش قصه بالظبط كده. فجاه جيت ايه ده؟ حد انت دخل لي بجد؟ بالكرسي. فبقول لا انا وعدتك وصدقت. انا مش مصدقها. كلهم على فكرة نفس الكلام. انا مش مصدق نفسي. انت بجد رجعت لنا. ودعوات بقى دي بالدنيا بقى كلها. دعوات انت الناس انت دي. بتعمل ده عشانهم. دعوات الناس دي بالدنيا كلها. فبس يعني عشان كده بقول لك احنا بنعمل الحلقة الأولانية، لو حاجة بنقدر عليها بنعملها في ساعتها. لو حاجة ما بنقدرش عليها بنيجي الحلقة اللي بعدها بننفذها. وبننفذها في حلقة تانية ليه؟ عشان الناس تشوف ان احنا حققنا حلم الشخص ده. مم. يعني انا بعمل حلقة والحاجة اللي الشخص طلبها ما اتحققتش، بلاقي بقى الناس كلها في الكومنتات هم خلاص عرفوا صانع السعادة بقى. استاذ رامي احنا مستنيين الحلقة التانية وانت بتجيب لها الكرسي. خلاص. عارف ان انت هتجيبه، اه. اتعودوا خلاص، انت عملت طب انا حلقات عايز كتير اجيب كده. الكرسي مثلا اوديه لها وخلاص. مش لازم اعمل حلقة. يعني بتعمل الحلقه عشان اعمل الناس اللي حلقة الناس مستنيه. مستنية الحلقة. ما انت ما خليناش نعيط وفي الفرح ما تفرحناش. ما انت خلاص اتقالت بقى انت لي. عودت الناس على كده. اتقالت لي يعني احنا خلاص عيطنا وصعبان علينا. فعشان انت ما عملتلوش اللي هو طالبه او اللي هي طالباه. لا لما تيجي بقى ونشوف فرحتك برضو الناس بتعيط. الناس شايفه انت كنت عايز اه. تعمل ايه مع الناس دي وازاي يعني عايز الناس تساعدهم. وهي فرحانه بتعيط وهي زعلانه بتعيط. يعني بقول لك اسراء احنا بتكلمني مصريين كده. مفحومه من العياط. طب يا ستي انت فرحانه ولا زعلانه مالك؟ وانا فرحانه والله العظيم دي دموع فرح. يا جدعان طب انا كده بتلخبط. قد ايه فرقت معاها. الحمد لله. الحمد لله. بجد دي نعمه كبيره قوي من ربنا يا عبد الرحمن. انا هاخد من ده بقى واسالك، انت بتحلم اصلا توصل لايه؟ بحلم اوصل لايه؟ دي اهم سؤال. ان يعني انا انت بدات محتوى، وصلت لرقم حلو انت عايز توصل له مثلا عشان تساعد الناس اكتر وهكذا، لسه في كتير عايز تقدمه زي ما انت قلت، بس بتحلم توصل لايه؟ ايه اللي رامي مثلا يعني في خطة مثلا عاملها عايز يساعد الناس اكتر؟ بص اول حلم بالنسبه لي دلوقتي ان اعمل مطبخ صانع السعاده ده في محافظات مصر كلها. محافظات مصر كلها. اللي هو يبقى الفكرة اللي فيها عاملها، فروع. اللي هو الفكرة اللي عاملها انت ووالدتك اه. في البيت، ولا مثلا ايا كان انت عامله فين، مطبخ في المطبخ بتاعك. موجود في كل محافظه. عارف انت لما بتفتح في سلسله فروع. يعني انا تيارا جاليري زمان كان حلم حياتي ان انا افتح فروع في كل المحافظات. عايز تعوضها في المطبخ انك فانا تعمل هعوضها خير. بقى في الخير خلاص. مطبخ صانع السعاده. انا عامل فكره مطبخ صانع السعاده بيلف محافظات مصر. انا بشخصي اللي بلف بروح كل محافظة واتفق مع جمعيات هناك وطباخين. يعني آخر مرة كنا في بني سويف امم عاملين 1200 وجبة. طباخ بتاع الأفراح وعاملين كمية كبيرة. الناس ما كانتش مصدقة على الكميات يعني. فالحمد لله نعمة من ربنا. طبعا فاجئه. فالحلم الأولاني والهدف هتلاقيه كده عندنا في ورقة كده متعلقة على الحيطة. الأهداف بتاعتي. عارف انت اه. ده اللي انت عايز توصل له. عارف أنا عايز إيه. مطبخ صنع السعادة في كل محافظة موجود فرع. ويبقى في كل محافظة ماسكها ناس. والإطعام شغال بقى يوميا. انا بقى حلم حياتي اللي انا ابدا ما يبقاش بقى الخميس بس. احنا دلوقتي رجب وشعبان بنعمل اطعام اتنين وخميس. في رمضان اتنين وخميس. اتنين وخميس. الايام العاديه خميس بس. في رمضان باذن الله تعالى من غير مقاطعه هيبقى الافطار يوميا. من اول رمضان السنة السنه دي دي اول انت رمضان مكمل ليا طول يوميا. السنة يوميا افطار. يوميا ان شاء الله طول الشهر كل يوم. حلو قوي. السنه اللي فاتت كان اتنين وخميس. فلا انا عايز اكبر بقى. هيبقى كل يوم. كل يوم تعمل اكل. على فكره الاطعام ده يا عبد حلو الرحمن في قوي، ده حته الحاجات دي تانية. حاجة من الحاجات اللي انت عايز توصل لها، انت اه اه عايز اه اه. ده اكبر هدف. تاني هدف بقى ان انا اقدر اساعد كل الناس. هو هتحسوا ان حلم واسع. تفتكر ايه اللي ممكن مثلا يعني تعمله، يعني غير مثلا حتة الفيديوهات، حد مثلا يساعدك بيه او يقف معاك فيه اللي انت تعمله تساعد ناس اكتر مثلا، يعني مثلا ممكن دي حاجة من انا الحاجات اللي انت عايز نفسي توصل لها. انا نفسي برنامج صانع السعاده يكون ليه رعاه من اللي بيدفعوا فلوس كتير دي انا ده بقى قصدي، اللي هو انت اه. مثلا لو حد راعي مثلا عمل لك فكرة برنامج بص مثلا، نفسي. او عمل فكرة مثلا اللي انت من خلال المحتوى بتاعك تقدر تساعد ناس اكتر، بص ده عبد اكيد حاجة الرحمن تفرق انت بما معاك. انك انت شغلك اصلا في السوشيال ميديا انا والدعايه شغلتي والاعلان. اه. الاعلانات بتصرف كام دلوقتي يا عبد الرحمن؟ لا الاعلانات، في اعلانات يعني انا بتخش مثلا في 20 30 مليون، ان لو انت ممكن تعدي لو الرقم ده لو جبت بكتير. واحد مشهور دلوقتي ممثل او مغني عشان يعمل لك اعلان بتديله كام؟ لا ده في ناس، تقريبا في يعني. ارقام بتوصل لا من مثلا بداية بلاش العالي قوي. من مليون مثلا لحد 20 مليون. من المليون ل 20 مليون.
في ناس اكتر بياخدهم في جيبه. اه صح كده؟ ما ده اعلان لا انا عايز راعي كبير يجي ما يدينيش الفلوس ليا انا بقى، الناس. يديها للناس، بس انا اللي اوصلها معلش، عشان انا ما عشان اكيد. افرح. لا بس احنا ممكن نقول ده حاجه من الاساسيات اللي انت عايز توصل لها. نفسي في رعاة كبار من اللي هم بقى بيدفعوا ملايين للمغنيين وللممثلين، ومش يعني مش هنتكلم كتير في الحتة حلم دي. بالنسبه لك. حلم بالنسبة لي ان الرعاة يجي يقول يا يعني صانع السعادة احنا بنتبنى البرنامج بتاعك، وكل الحالات اللي انت تعرفها هنساعدها. خدت الفكره بتاعت رامي ولا وانا هطورها بقى وهنكبر بقى الخير، ونساعده. ونكبر الخير. ما انا في ده اللي ما انت انا في عايز حاجات توصله. كتير ما بقدرش اعملها، ما انا في حالات كتير ما بقدرش انت ده قلته اساعدها، في حاجات ناس كتير بتبعت لك رسائل من ما اللي بقدرش بتشوفه. اغطي كل حاجة يا عبد ما الرحمن. انت عشان بتروح اقاليم وفي ناس كتير بتبعت لك رسائل، فانت بيمر عليك حاجات كتير قوي انا صعبه. دلوقتي خلاص بقيت امل للناس كتير، وبيصعب عليا قوي وبزعل قوي لما انا ما بقدرش اساعد كل الناس. يعني انا ممكن ناس بتشتم ساعات، وناس كومنتات سلبيه اللي انا وحاجات ما بردش عليهم. مم. يعني تلاقي ناس بتشتمني وبتدعي عليا ان انا مش برد. بس انا ما يعني مش متخيل اصلا انت ازاي يجي لك كومنتات سلبيه وانت بتعمل محتوى خير. الناس دي هو بتعمل مع الحاجات هو دي ازاي هو في او مخيلته، هو برضو غصب عنه. انا دايما بعذر الناس، هو غصب عنه، هو متعلق غرقان ومتعلق بأشياء، فهو مخيلته ان انت مش عايز ترد عليه، مش عايز فاهم. تساعده. بس هو لا طبعا، مش دي الحقيقة. الحقيقة ان انا لوحدي، طبعا ربنا قبل كل شيء، بس انا لوحدي، مش مفيش انا حد مش مؤسسة كبيرة مفيش او حد معاك، مفيش اه حد بيساعد معاك بالظبط. لا ده انا ولا. عايز اجيب الرسائل كده اكتبها كلها في نوت والله، وابتدي افنطها، وابتدي اروح لهم واحد واحد، واساعدهم شخص شخص، ومن غير تصوير. احنا بنساعد حالات كتير، الناس فاكرة ان انا بصور بس، لا انا بساعد لا كتير من انت غير بتقول انت تصوير. بتسافر، بتروح اقاليم، من بتروح غير الصعيد، تصوير. بتروح اسكندريه، يعني انا عايز اقول بتسافر. لك يا عبد الرحمن، لو انا سافرت مثلا محافظة وعملت فيها حلقة، مم. قصاد الحلقة دي بيبقى في مثلا 10 حالات تانيين اتعمل لهم حاجات ما اتصورتش، عشان الناس تفكر ان انا بسافر محافظة عشان اساعد واحد، دي تبقى لا كارثة. انت مثلا ممكن تروح تساعد اكتر من حد وما تصورش الحلقه هو اصلا. حلقة واحدة تتصور مع شخص واحد، لان انت عارف. ده اللي ينفع اصور معاه، مم. او دي المتاح اللي احنا نصورها، لان في حاجات مش متاحة ان انت تصورها اصلا. تمام. فلا الناس لازم تعرف ان انت بتسافر المحافظة، بتساعد اشخاص كتير جدا، بس مش بتصور كل الاشخاص. فاهمك طبعا. فزي ما انا قلت فانت لك مش كل اللي ظاهر في الفيديوهات ده مش اللي هو انت ده بتعمله جزء، اصلا، في حاجات ده تانية جزء كتير صغير جدا، بتعملها. جزء صغير جدا جدا يعني. الحمد لله. ده غير طبعا الناس اللي بتساعد بقى الناس من خلالنا. يعني مثلا ناس تيجي تقول لي يا استاذ رامي احنا عايزين حالات نساعدها. انا طبعا انا شفت ده، يعني انا شفت ده في الفيديوهات في مم. مطاعم بدون ذكر اسامي طبعا مم. عشان الاعلانات. انت في مطاعم بتساعدك وبتديك امكانيه اللي انت توزع من وجبات من خلالها. اه مطاعم كبيره. انا المطاعم مش تعاقد ما باخدش ولا. منهم جنيه انا كنت اسالك. ليا انا. انا كنت يعني انا اسالك. النهارده انت لو مطعم، انت ادرى مني طبعا. يعني ناس مثلا ممكن تقول لك اه رامي مشترك مع مطعم كبير فبياخد نسبه وبيطلع يعمل فيديو فبيشيرهم فايا ولا كان او العكس يعني. ولا جنيه. مفيش قرش. المطاعم اللي بتجيب الفود بلوجر مع احترامي لكل الناس بياخدوا فلوس لا ده في فود شغلهم بلوجر بياخد واعلانات، دلوقتي 45 و50 دول بيروحوا وياخدوا اكل يدوقوه وخلاص. لا انا بروح اخد وجبات اوزعها على الناس الغلابه، ما باخدش جنيه ليا. المطعم بيعتبر ان فلوس الوجبات دي هي الاجر بتاع صانع السعاده. اللي انت اصلا بتساعد بيه الناس. مقابل الاعلان بتاعك هتاخد وجبات توزعها على الناس. طب انت خدت ايه؟ انا ما خدتش حاجه، خلاص انا خدت عند ربنا. انا لما اكلت الناس الاكل اللي هم نفسهم فيه. بمناسبه الاكل على فكره، انا من ساعه ما بدات وانا اصلا يعني صاحب فكره انك توزع اكل من اكبر براندات في مصر. انا شفت، ما انا بقول لك انا شفت لا مطاعم وبتاع بس ده يعني ده انا الاول يعني بص في مطعمين دول اللي انا هذكرهم، لان دول اكتر ناس ليهم فضل ناس من مع بدري صانع معاك السعاده. وفرقت معاك. يعني بافلو برجر وبيتزا بريموس، المطعمين دول انا بعشقهم. طب ليه دول؟ انا بحب الاكل بتاعهم. تمام. وانا كنت ماشي من منطلق ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ونعم بالله. تمام. فانا بافلو برجر ده العشق بالنسبه لي، وبيتزا هم اللي بريموس. كلموك. لا انا في الاول هم ما كانوش يعرفوا بقى حاجه. انا في الاول كنت بروح، انا كنت بادئ بقى، كنت اشتري مثلا 10 وجبات واروح اوزعها.
بدات الفكره بتاعت بجنيه اللي انت سالتني عليها من اه ده شويه. كنت، انت عامل المانجا بجنيه دي حاجات كتير وكيلو قوي، اللحمه بجنيه. كل حاجه. لا احكي لي بقى كواليس ما انا بقول لك هي بدات ازاي. بدات بالاكل. اول حاجه دخلت بافلو برجر، اشتريت 10 وجبات. سندوتش اللي انا بحبه اللي هو الاولد سكول، اللي انا بحب اكله، خد بالك بقى وركز يعني انت رايح كويس. المطعم بتاكل؟ اه الاكل اللي انا بحبه. بعد ما اتغديت اشتريت 10 وجبات من جيبي الشخصي، وطلعت على عمال النظافة والناس الغلابة، بعت الوجبة بجنيه. السلام عليكم يا حاج، عامل ده ايه؟ اول فيديو اه للمحتوى اللي هو الفكرة البجنيه فكره اه. الجنيه اه. الفكرة دي بتاعتي على فكرة، وناس كتير عملتها انا يعني. شفتها عشان عشان في كده قلت ناس، لك. ناس افتكرت ان هي بتاعت الاشخاص دول انا يعني. عشان كده سالتك من شويه، قلت لك انت الحاجات دي بتزعلك انك تشوف ما مثلا بزعلش. حد خد الفكره بتاعتك لا ده قلدها، حد خد بالعكس، الاسم بتاعك قلده. هم قلدوها وركبوا ترند اكتر مني، بس عشان هم عاملينها عشان الترند. انت مش فارق معاك هو ما اصلا فادش الكلام ده. الناس، لا انا عملتها عشان افيد الناس، مش فارقه معايا خلاص. طلعت حاج اتغديت، لا لسه، طب ايه رايك بقى دي وجبه بافلو برجر بنبيعها بجنيه. يا عم بجنيه ايه، هو في حاجه بجنيه؟ انت بتهزر. طب جرب، هات جنيه وشوف. اديني الجنيه ياخد لا مش الوجبه. متوقع يا عم في ايه، في ناس بتشك، طب افتح الاكل وشوف. في مره واحد دقت الاكل حطيت لي حاجه، قدامه، حطيت لي حاجه في الاكل. دقت الاكل قدامه عشان يصدقني. دقت الاكل قدامه. اه. اه بصراحه انا لو انا لو منهم برضه، انت مين يا معلم؟ ابتدت انت بقى بتقول لي، الفكره. انت بتقول لي وجبه بجنيه؟ انت رحت انت جاي رحت تهزر؟ عند رحت عند بيتزا بريموس. بيتزا اه. بريموس انا باكل عنده من زمان قوي. عنده بيتزا اسمها سيرانش، دي انا بعشقها. هم. تمام. فرحت داخل على بيتزا بريموس، اشتريت برضو شويه بيتزا، وطلعت بعت البيتزا بجنيه. ايه يا عم القصه دي. ابتدت بقى الموضوع يتشاف. ابتدى بقى كلمني الاول بافلو برجر، صاحب بافلو برجر نفسه. هم اللي كلموك؟ ما ده اللي اه بقى بساله لك. انا ما على فكره انا ما كلمتش حد. هو شافوا الفيديو اللي انا بتاعك عملته اللي انت عملته، فكلموني. فانت بدأت معاك اللي انت حاجه بتحبها اصلا. بالظبط انت كده. بتحب المطاعم دي بتاكل فيها، فطلعت للناس عملت فيديو. اصلا مش في دماغي. صحاب المطاعم شافوك. مش في دماغي. انا مش في دماغي، اه انا كان نفسي اوزع من عندهم كميه اكبر، بس مش في دماغي مش ان، بتعمل اعلان. اه مش في دماغي اصلا، بس انا بقول ان من بافلو برجر. امم. ففي ناس فكرته ان هو اعلان. ماشي يا عم فكر زي ما انت ما هو اي عايز. حد اه هيشوف بس الفيديو هو لاول ما مره. كانش اعلان، تمام. فبافلو برجر بدأ بقى، طب تعالى بقى، ايه اللي انت عامله ده، احنا مبهورين باللي انت بتعمله. الاونر، الاونر. صاحب الشركه. اه احنا عايزينك تاخد من عندنا الكميه اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزه، ووزعها في المكان اللي تحبه. فتح لك المجال. فيش اكتر من كده. بافلو برجر 50 فرع في مصر. اه لا بفل يعني الاسم معروف كده كده، بس انا بقول لك انت دي كانت اه بدايه. بداية مني لنفسي مع نفسي، ما مش اعلان ولا هم يعرفوني اساسا، ولا حتى لما خدت منهم الوجبات قلت لهم. انا كنت واخدها زي ما هي كده، سلام عليكم انا عايز 10 وجبات، لفهم لي، شكرا سلام عليكم. بس. شايفك صاحب الشركه. شافني صاحب الشركة، ابتدى بقى يا معلم الموضوع، خد. بدأت معاهم كده بسم الله الرحمن الرحيم، انا طماع في الخير. سبحان الله، وصلت، لا انت وصلت له، اه ده انا نجاح. طماع في الخير، انا كنت شاري 10 وجبات. امم. قلت له انا عايز 100 وجبة. 100 وجبة. عينيا، عينيا عايزهم يوم ايه، بكرة. في أه. الفرع انهي فرع اللي كمان مناسب ليك. والله يا عبد الرحمن. قال لك يلا. اه الفرع اللي بتاع المعادي، يلا يا باشا. تكلم الإدارة بتاعت الفرع، استنوني. رايح، خدت وجبات برجر ملفوفة في ورق حريري، سافرت بيها بني سويف، وزعتها على كنت الأطفال هناك. كنت رايح هناك، كنت عارف انت بقى انت عايز خلاص ناس أنا عارف، معينه. أنا متارجت، أنا عايز أأكل مين من الأكل اللي هو ما بياكلوش. امم. أنت وصلت الناس، مش أول مرة بقى يدوقوا، لا هو بيقولك يعني إيه برجر. للدرجه دي؟ والله العظيم. يعني إيه. قابلني بقى انتقادات في الحتة دي. بتقول لك انت يا عم حد يودي جاي. برجر، ودي لهم حاجة يعرفوها. هات آه. لهم حاجه هات هم حاجة محتاجينها أرخص، اه. البرجر ده مكلف يا عم، أنت مش فاهم حاجة. مش فاهم اللي هو اصلا ده مش ده انت اللي إحسان، عامل ده اه. اسمه مش إحسان. انت اللي عامل اه ده الموضوع اللي ولا اسمه انت اللي الإحسان، أنت صارف. بتعمل الحاجة اللي أنت بتحبها، والحاجة اللي الناس أصلا مستحيل تجيبها. أنت النهاردة لو شخص فقير على قده، مع ال 200 جنيه حق السندوتش ده، هيشتريه؟ لا طبعا. مستحيل. مفيش. عنده مفيش. بيبان تانية مش هتجيله كتير. الفكره في مش حاجات هتجيله كتير قوي لغايه الفكرة. عايز يعملها. بالظبط كده. فانت خلاص انت وديت له حاجة هياكلها، وهيدعي لك، وربنا عارف بقى انت بتعمل ايه، والاكل اللي انت بتحبه.
بدأت بقى بافلو برجر دار ايتام، محافظات. بجد يعني انا بوجه رسالة دلوقتي لسلسلة مطاعم بافلو برجر، شكرا ليكم، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. انا عارف انتوا يعني كل اللي انتوا عملتوه ده، وعلى فكرة فرق معاك. كانوا بيطلبوا مني اللي انا ما اقولش. تمام، ما مش تقولش عايزين اللي هم اصلا، هم عايزين يطلعوها كده. جابوك وقالوا لك لا يا عم، لا انت ساعد واحنا طلعهم معاك والكلام ده كأننا احنا كله. ما ادينالكش حاجة، كأنك انت اللي شاريهم، هو عايز يعملها لله. بس تمام. فرقوا معاك. قلت له يا عم ايه المشكلة، نعملها لله ونعملها دعاية، ده لازم الناس تعرف انك بتعمل خير، ولا عيب ولا حرام. الحمد لله. عايز اقول لك ان كانت الدعاية دي بقى كانت قوية جدا للناس اللي انا بتعامل معاها. بيتزا بريموس، استاذ مصطفى برضو من الناس المحترمة جدا. الاونر اه صاحب الاونر. صاحب اه المطاعم. برضو نفس القصة، كلمني استاذ محمد قال لي ده استاذ مصطفى معجب قوي باللي انت بتعمله، وبيقول لك بيتزا بريموس كلها تحت امرك. نفس الفكره. نفس انت الفكرة. شوف المطعم بدأ ما انا بقول لك هنا، اللي انا هو بقول لك يجيبك لمطعم هما تاني. المطعمين المطعمين دول بس يا عبد الرحمن اللي هتكلم عنهم واقول اسمهم، لان انا فخور بيهم، ناس تستاهل انك بدأوا معاك تتكلم في حاجه، عنهم. بدأوا معاك في حاجه انت بدأوا معايا وهم انت اصلا انا كنت. بتحبها وعايز تكمل وبعدين انا فيها. كنت لسه، مش بقول لك بقى بيدوروا على ريتش، انا جاي لك بقى على بتوع الريتش. دول ما، هنتكلم ما قلت لك دول انت مش بتوع ريتش، دول انت لسه صغير اصلا، فاهم. كنت لسه بدأت، ما كانش فيه بقى. مفيش لا ما بقى. كانش فيه رامي اللي هو انا كان عندي دلوقتي كام مليون متابع؟ ونص كان 100,000 متابع. و100,000 ولا حاجة. في في بدايتك. بدايتي، بداية ما الناس دي كلمتني، هو مش فارق معاه، مش هيشوف اصلا، هو مش فارق معاه الفيديو بتاعك هيجيب كام، هو وصل له الفكرة، فعايز يعملها معاك، عايز يساعد الناس، ان هو كده كده بيساعد الناس، بس عايز يساعد الناس من خلالك. استاذ مصطفى بقى بتاع بيتزا بريموس ده، ما تقولش ما تقولش ان احنا اللي مطلعين. قلت له لا هقول. مصر ان انت اه مش لا، عايز ده تظهر. حقك، ده حقك، لازم الناس تعرف انك، الناس اللي شايفاك بتجيب بلوجر وناس وبتاع وبتدفع فلوس اعلانات، لازم تعرف ان انت بتدفع برضو في الخير. ايه المشكلة يا عم، ما احنا لازم نعرف الناس ان لا الخير. حلو قوي كمان ان صحاب الشركات وثقوا في رامي ان هو يعمل الخير ده، وشايفين ان المحتوى بتاعك فعلا اثر في الناس. هو انت وصلت وثق. الماتش، اه انت وصلت المسج انت عايز توصلها اصلا. ما بالظبط كده. ممكن حد يقول لك لا. هو واثق فيك عشان هو شافك انت بتعمل كده اصلا من غير ما تقول له، خلاص. مش محتاج مش اصلا. محتاج، بالظبط كده. اه فهو لا، هو عايزك تزود بقى، زود بقى. بيتزا بريموس قال لك برضو ايه، خد، عايز كام؟ عايز 100، عايز 200، عايز 300، والله يعني. الفكره اللي بدأت في بافلو ومكمله. مكملة لحد وقتنا هذا، بافلو برجر بيتزا بريموس، تليفون بس بيجهز لي اللي انا عايزه والمكان اللي انا عايز اوديه فيه. يعني بتوع بيتزا بريموس، بدأت بفكره معاك اه وكملت في مكملة في في كذا الخير. مطعم. بتاع بيتزا بريموس لسه مكلمني، الاونر بيسأل عليك، بيقول لك انت ليه حارمنا من الاجر ومن الخير. عايز اكتر. عايز. رحت خدت من فرع العبور، وديته مستعمرة الجزيرة. اللي استمرت الجزام انت بدأت اه تنشر انا بقى فيها. لا ما انتوا خلاص خدوا بقى من اللي احنا الست جربناه مع الناس جربوه. الست هناك، والله العظيم يا عبد الرحمن، وشوف الفيديو، زغرطت، ما بقول لها دي بيتزا، تقول لي بيتزا، وراحت مزغرطه. طب انت عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ما هو النهارده بص يا عبد الرحمن، المفهوم عند الناس، يعني مش كل الناس، الاغلبيه، ان الاطعام ده في مثل بيقولوه كده، قل من النادر ووفي، يعني اعمل اه حاجه ده قليله. معروف. لا، قلل عشان ود اكتر يا ود جدعان، انتوا اكتر. فاهمين غلط. شويه مكرونه وشويه رز ومش عارف ايه وودي، لا طبعا. مين اللي قال لك كده؟ فين الإحسان؟ مم. فين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ تمام؟ كان في صحابي جليل، أول ما الآية دي نزلت، كان سيدنا أبو بكر ولا كان سيدنا عمر؟ لما وزع السكر، عشان هو بيحب السكر. مم. تمام؟ سيدنا عمر رضي الله عنه، أول ما الآية دي نزلت، أكتر حاجة بيحبها السكر، راح موزع من السكر. ما احنا نرجع بقى للرسول صلى الله عليه وسلم طبعا عليه الصلاة وللصحابة، والسلام. ونقتدي بيهم. والآيات ربنا منزلها ليه؟ ما انت ما تعديش عليها مرور الكرام. اكيد طبعا. لا، هو نزلت عشان جميل كده. كمان انك تبقى عارف ده والحاجه ايوه، اللي انت بتاكل منها تطلع منها. بتطلع منها. انت فدي اهم، النهارده دي اهم نقطه. النهارده مطبخ صانع السعاده بيعمل اكتر اكل بنحب ناكله، وللناس بتطلبه. في يومك. يعني الراجل لسه طالب مني مثلا، عايز حمام. امم تمام. لدرجه حمامه عايز برضو. حمام، هوديله حمام. اه هوديله والله، النهارده كنت المفروض ادوله بس اتاخرت يعني. هوديله حمام، طلب كذا هنوديله. هو ده مش زيه زيك، واحسن مني كمان.
وانت ربنا مش بتاخد الموضوع ان هو بيمن عليك. خلي بالك من النقطه دي، ربنا بيمن عليا ان انا اللي بودي لهم الحاجه، مش انا اللي بمن عليهم. لا لا، بالعكس، هو اللي بيمن عليا، هو صاحب فضل عليا، لان هو لما بيطلب مني وبودي له الحاجه انا اللي باخد الاجر والثواب. مظبوط. دي اهم نقطة اصلا. هو بياكل لقمه سواء اديتها له او ما وديتهاش، فاهم؟ طبعا. فده خير يعني، الحمد لله فضل ربنا. فكملنا بقى السلسله بتاعت بجنيه. ما انت كملت بقى فيها، انت جبت ايه بقى؟ حوار المانجا وحوار انك عملت كيلو اللحمة كيلو بجنيه. اللحمه بجنيه. دي بقى كانت جات لك منين الصدمه الفكرة بقى. دي بقى؟ ما خلاص هو بجنيه، هي خلاص صانع السعاده. بعد المطعم اه، انت مكمل. عامل بجنيه اي حاجه بقى. احنا بقى اللحمه، بانيه، فراخ. فاكر البيض اول ما غلي وبقى ب5 جنيه؟ اه، بقينا دي بنبيعها حصل طفرة في بجنيه. موضوع البيت بقينا ده. بنبيعها بجنيه. كيلو الرز اول ما كان الرز انا قاعد متابع بقى، قاعد متابع الناس مش قادره تشتريه، اه، اروح اجيبه وابيعه بجنيه. خلاص. وتوديه الناس اللي انت عارف اللي هي محتاجة فعلا. واجيب كميه. يعني انا النهارده في مشكله برضو في اللي بيقلده. تمام. المحتوى بتاعك. اه، في مشكله، هو بيقلد عشان يعمل محتوى. بعض الناس فيروح جايب مثلا من الحاجه 5 كيلو ويعمل فيديو، ممكن الفيديو يجيب مشاهدات اكتر مني، ماشي، بس هو عاملها صح ومحبوكه وراكب الترند. مظبط الشو هيمشي لا ازاي لا من لا اوله لا، لاخره. انا مش كده. انا بجيب الكميه اللي اقدر عليها. اجيب كام شوال رز، اجيب مثلا كام كرتونه بيض، اجيب مثلا كام كيلو لحمه. يعني لسه في فيديو نازل قريب عن اللحمه، انا وقفت شويه المبادره دي ورجعتها تاني. جايبين من عند جزارة سلامة. اه، جزارة سلامة على فكرة من ضمن الناس برضو اللي بتقف معايا في الموضوع ده. زي زي بافلو بافلو، كده. زي دومينوز. اه، دول بقى برضو من الناس المحترمة أوي بصراحة. أكتر ناس بتشارك معايا في الخير برضو. بص يا سبحان الله، الناس هي اللي بيجي في بالي. بدأت بحاجة ومكملة معاك، اه، وناس اكتر بتفتح لك بيبانها انك تساعد وتوصل لحاجة اصلا ليها الهدف بتاعك. بالظبط كده. يعني ده من ضمن الناس اللي هو كان يقول لك لا أنا دي عاملها لله، ما تقولش بالله عليك، ما تقول. عارف انت بيحلفك. اه، لا هقول. انا رخم. انا انا عامل خير عايز مش عايز انا حد عايز يعرف. انا عايز اعرف الناس ان انت بتعمل خير، وعايز اعمل لك دعاية. هعمل لك دعاية يا عم، ايه المشكلة؟ عملت حاجة حلوة فانا لازم الناس اه، تعرف. انت عملت حاجة كويسة، خلي الناس تشوفك. ولا عيب ولا حرام. ما النهاردة يعني انا اسف، النهاردة الناس بتجيب، ممكن يجيب حد مثلا مش مظبوط، من غير ذكر اسماء، حد مش كويس، يعمل له امم دعاية وبياخد منه كام مليون وبيتشاف. لا، انا عايز الحلو هو اللي يتشاف، عايز الكويس هو اللي يتشاف. ايه المشكلة لما الناس تعرفك والناس تعرف انك مش واخد بتشارك؟ الموضوع كوميرشال مثلا، ما كانتش فترة عليك خدت الموضوع اللي هو لا انا عايز بقى ادخل مكسب ليا، عايز. من النقطة دي اه، اقفلها. مكسبي من النقطة دي معروف. يعني انت عارف ان انت اه، الموضوع ده انت مكسب عامله دي مستحيل. حاجة مع ربنا اه، بحت. النقطة انا مش النقطة دي عايز مكسبي فيها يا عبد الرحمن اللي انا ازود. ما انا بقول لك انا طماع في بدل ما الخير. حد مثلا بدأ يساعدك، لا انت عايز اكتر يساعدك حط في الحاجة. وتكمل. اه، يعني ممكن يجي مثلا يقول لي خد الحاجة مثلا ام 500 ب 250. طب لو جبت مثلا 100 من الحاجة دي، 100 في 250 مثلا برقم، طبعا. ممكن انت تاخده ليك. لا، حط لي بقى، دخل زود. لنفسك نسبة ربح مثلا. لا، انا بتعب، انا بعمل الحاجات دي وبروح مشاوير قد كده. مش عايز، لان انت ربنا بيرضيك من حتة تانية. انت ربنا بيرضيك وبيمن عليك من حتة تانية، مش بتاعتك دي بقى. اعمل دي زي ما انت، لان انت لو خدت من هنا الحاجات التانية هتتقطع. خلي بالك، هي مش طبعا شطارة منك. طبعا، لا لا اه، طبعا. يعني هو ربنا شايف انت بتعمل ايه، وما بتاخدش من هنا، فبيديها لك من الناحية التانية. لو خدت من هنا ومن هنا، في حتة فيهم هتتقطع. اكيد انت خلاص، انت كل اللي جاي لك انا هحطه في الموضوع اه بتاعي. اه، ما زي ما انا قلت لك، هو رزقك 100% هتاخده. مم. فانت بقى وشطارتك هتاخده كده بقى، وتعمل نفسك حلنج بقى وعايل ما هو روش. كله دلوقتي بيقول لك انا عايز ادخل نفسي نسبة ربح من. ربنا ما بيضحكش بدور عليه. لنفسي ازاي اكسب. ما انا عايز اكسب. هو مم. انا قلت لك انا مش عايز اكسب. لا بس تكسب من الحاجات اصلا اللي جايه للناس. لا، اوعى، اوعى. ما هو بص، في كلمة دايما بتتقال لي. انت اكيد بيصادفك حاجات زي اه، كده. في كلمة دايما بتتقال لي، انا ما اعرفش لحد دلوقتي سببها ايه، بس انا بخمن. مم. دايما الناس بتقول لي في الفيديوهات انت عندك كمية قبول مش طبيعية، انت ربنا بيحبك وراضي عنك، عشان كده احنا بنحبك والناس بتقبلك، والقبول ده من عند ربنا. فيمكن عشان انا مثلا ماشيها صح وما بحورش. عشان كده قلت لك الناس اصلا يمكن عشان بتقول. كده ده سبب. الناس بتقول ان رامي بنشوفه شبهنا، يعني مش حاسين اللي هو حد بقى بس بيفيك او حد انا عايزها مثلا. كده.
انا عايزها كده يعني. انا كنت في سيتي سنتر الموزة، والناس كتير قوي الحمد لله اتلموا عليا وبيتصوروا معايا وبتاع. بتاع الامن بيقول لي انت المفروض تمشي ببودي جارد. قلت له بودي جارد؟ لا ما ما انت بودي جارد ايه يا عم؟ قال لي ما بص الناس ومش بص الناس. قلت له ده انا ما بصدق الاقيهم. تقول لي بودي جارد؟ تفرح بفرح بالناس جدا. بتحبك والناس اه، بتحب المحتوى انا في ناس بتاعك. كتير قوي مثلا تقول لي احنا شفناك في المكان الفلاني وخفنا نتصور معاك واتحرجنا. يا جدعان ابوس ايديكم وقفوني وتصوروا معايا. انتوا هتهزروا؟ انت الحاجات دي تفرق معاك اللي انت وصلت المسج اه بتاعتك. لما بص يا عبد الرحمن، النهارده اللي بيقابلك في اي مكان لو مش فاكر مثلا اسمك رامي او مش فاكر ايه، كل الناس عارفه صانع السعاده. بس الواحد في المية اللي مش فاكر، او مثلا الاتنين في المية اللي مش فاكرين اسم صانع السعاده، اول ما بيشوفك بيعمل ايه؟ ربنا يبارك لك على بيبقى اللي انت بتعمله. هو فاكر انت بتعمل ايه. عارف المحتوى بتاعك، اه. المحتوى بتاعك وصل. بس طب قول لي انت كده، لو بتقدم محتوى هلس ومشهور وعندك ملايين، انا لما اقابلك هقول لك ايه؟ مش هيتقال لك بقى، هيتقال لك انا عايز اصور معاك هتصور معاك هو وامشي، اخرك. او انا انا ممكن مش فاكر اصلا انت بتعمل ايه، اه بس انا عارف ان انت مشهور. طبعا انت عارف الناس تحب تصور مع المشاهير. بالظبط. لكن تشير بحاجه خير لكن ده، انك تتشهر دي وكل اللي مش سهله، يشوفك، ما دي مش سهله. مش سهله خالص. انك كل اللي يشوفك يقول لك انا بحبك وربنا يبارك لك على اللي انت بتعمله. يعني سواء التاكسي اللي وقفنا واحنا جايين واقف ليه؟ عشان يدعي لي بس، ولا اي حاجه. قابلك في الطريق وانت اه، جاي بالصدفه. سلم عليا والله يبارك لك وربنا يجعله في ميزان حسناتك، وانت بقى الخير اللي انت بتعمله. يا الحاجات دي بتفرحك الكلمه انك دي انك وصلت المسج اللي انت عايز توصلها. الكلام ده بقى بالدنيا كلها. انسى بقى، انسى اي حاجه تاني. حلو قوي. اه خلاص. انت ايه بقى اللي رجعك من قصه الاعتزال؟ يعني انت الناس. اعتزلت اه. وعملت فيديو مم. انا خلاص، وساعتها قررت ان انت هتعتزل، اه. مش تعمل فيديو تاني ولا هتعمل محتوى ولا الكلام ده كله. ايه اللي رجعك بقى اللي انت تاخد خطوه انك ترجع تاني على الفيديوهات وتعمل محتوى تاني؟ الناس بعتولك. كان في مشكله. الناس اللي بتحبني بتتفرج عليا في صمت. الله، طب انتوا فين؟ انا حتى الفيديو اللي نزلته تاني بقى، اللي انا مش هعتزل، قلت فيه يا جماعه ايه بقى؟ طب انتوا كنتوا فين؟ قلت فيه كده الفيديو. ايوه ايوه. طب انتوا كنتوا فين؟ لقيت بقى كميه كومنتات ورسايل. ايه ده؟ بقيت بقول لمراتي ايه ده؟ هو للدرجه دي انا ليا ناس بتحبني؟ هو يعني عيطت والله. اتفاجئت. عيطت. من الموضوع اللي شفته. عيطت. ايه ده؟ طب انتوا كنتوا فين يا جماعه؟ ما انا محتاج الكلام بتاعكم. طب خليكم معايا، ما تخلوش السلبي بس اللي يظهر. احنا مم. عندنا مشكله يا عبد الرحمن، انا ما اعملش كومنت او ما اعلقش غير على الحاجه اللي اعترض عليها. احنا عندنا، احنا النقطه دي احنا دي نقطة. اه يعني الأغلبية بتبقى ماشية فيها، اللي هو انا موجوده. شفت مشكلة انا اقعد اقطعها. بالظبط كده. عشان كده تلاقي دايما اللي طالعين دلوقتي ترندات ومشاهير بيعملوا حاجه فيها انتقادات. سلبي. اللي دايما هو ناخد السلبي الترند ينتشر. السلبي. ينتشر. السلبي اللي بيجيب اغضبني وشتيمه مش فارق معايا. مش فارق معايا، اهم بس حاجة حتة هتشهر. الانتشار اه والترند، وكسبت قاعدة وتلاقي، جماهيرية. اصبر بقى اصبر، تلاقي بقى الناس جايباه يعمل اعلانات. ايه ده؟ طب شفتها. انا بقى بزعل. شفتها الفترة اكدب الأخيرة، عليك، لا شفتها الفترة انا الأخيرة. بحزن انا بحزن يعني بيني وبين نفسي. ايه ده؟ طب ده عمل ايه؟ ده اتشتم، ده الناس كلها مش فارقة بتكرهه. مش فارقة بقى، هو احنا دلوقتي بنستثمر الترند سواء بالسلبي او بالإيجابي. فبس زي ما بقول لك، دايما اللي بينتشر في الفتره دي بالذات الحاجه السلبيه. اي حاجه فيها سلبيه بتجيب كومنتات كتير، فبتتشاف فبتتشهر، فصاحبها يبقى ترند، فيعمل اعلانات ويعمل دعايه. دي الموضة دلوقتي. يعني النهارده الشركه او اللي بيجيب حد يعمل له اعلان يا عبد الرحمن، ما بيبصش هو بيعمل ايه. هو بيبص هو عنده كام مليون مشاهده، وان هو راكب ترند، فهاته يعمل لنا اعلان. اكمل. اه افضل بقى ده صاحب شركة يجيبني اعمل اعلان، فانا استغل الترند اللي هو طلع من فيه. ولا حاجه. لكن تيجي مثلا على كام شخص اللي بيعملوا محتوى هادف على السوشيال ميديا، ما بيعملوش حاجه، ما بتطلبوش اصلا. يعني ما بتطلبوش في اعلانات ولا في اي حاجه. ف دي حاجة من الحاجات اللي بتضايقك. بتضايقني جدا، انا بزعل. انا بقعد بيني وبين نفسي ببقى متضايق. طب ده عمل ايه علشان خاطر الناس عشان تجيبه يتاخد ويعمل ويطلع اعلان؟ اعلانات. ما انا برضو انا عايز اشوف نفسي برضو في الحتة دي. يعني انا الايام دي في تكريمات حاصلة، واحسن صانع محتوى، واحسن صانع محتوى خدع واحد ما بيعملش محتوى. احسن صانع محتوى بيقدم حاجة مش محتوى. هلس قصدك يعني هلس وما بيعملش محتوى. هو محتوى على محتوى غيره اساسا، وخد احسن صانع محتوى غريبة اصلا ان احنا نلاقي واتكرم. المحتوى اللي هو الهادف واللي مش بيفيد متشاف. المجتمع وبيساعد الناس، وفي الاخر ما يتكرمش هو ياخد التكريم طب زي لو ده. قلنا ان الناس مثلا مش ما بتشوفش غير التفاهة،
طب الناس اللي بتكرم يا عبد الرحمن وبتدي جوائز وبتدي هدايا برضه بيدوروا على المشاهدات. يعني الترندات اللي طالعه دي كلها اليومين دول، انت شايف طبعا محتوى عامل ازاي، اه فانت دي حاجات بتأثر فيك. قوي. ايه سر الرساله اللي جات لك دي بقى؟ يعني شفت رساله، انت نزلت ستوري اللي فيه رساله جات لك، آه، أثرت فيك جامد وفرقت معاك وعايز ترد عليها. والله رسالة من شخص يعني مريض تقريبا، تمام. فهو بيقول لي انت لو عيالك هم اللي بيموتوا وبيحصل فيهم كده ما كنتش تنزل وتوزع اكل وتعمل توزع لي في جواكت وفي لبس وحاجات، وهم هناك مش لاقيين المية ومش لاقيين ياكلوا. يعني بيتكلم على مساعدة أهالي الحاجات اللي غزة. انا بعمل انا مش عايز اقول علشان خاطر، ما يعني انت فاهم بقى. فقلت له يعني انا بيني وبين نفسي، انت بتتكلم في ايه؟ هو انت تعرف عني حاجة؟ انت ما تعرفش عني حاجة. انا هقول لك على حاجات يعني 100% من اللي متابعيني ما يعرفوهاش. انا عندي بنتين اصلا متوفيين. بتتكلم بجد؟ اه والله. أنا صاحبك معرفهاش. انا عندي بنتين متوفيين. جنى، تمام، 3 سنين ونص، يعني مش صغيرة. مش وهي اه اتولدت مش لسه اتوفت، لا مولودة، لا 3 سنين ونص. انا شفتها، كنت بلعب معاها. ده ايه ده يا رامي شفتها ده؟ قدامي كنت بلعب معاها. يعني حصل انا ايه؟ دي اول فرحة ليا، يعني اول ما انا كان الاول كان بيقولوا لي ابو جنى قبل ما يبقى عندي محمد دلوقتي، ربنا يحميه يعني. يا رب ربنا يخليه لك. فلما تيجي انت واحد يقول لك كده، طب انا توفيت لي بنت يا ابني ومريت بحاجات وتعبت يعني في حاجات كتيرة قوي. انا من جوايا في كتير، في وجع، في حاجات مريت بيها انت ما تعرفش عنها حاجة. وبعدين انت بتقول ايه؟ يعني انت زعلان ان انا بساعد الناس هنا وبفرحهم؟ طب ما انا لو في ايديا اروح هناك ما انا هروح. ما انا هناك عملنا اللي بنقدر عليه، ربنا اللي يعلم الواحد بيعمل ايه. وسارة 3 سنين اتوفت؟ توفت برضه. يعني انا عندي انت مريت بحاجة ثلاث زي سنين كده؟ ونص و3 سنين، والاتنين انا اللي دافنهم بايدي ومنزلهم القبر بايدي. يعني عايز ايه بقى؟ ياه. انت انت استحملت، يعني انت مريت اصلا عايز ايه بالموقف اللي هو تاني؟ بيتكلم عليه. عايز ايه؟ ما انا الكومنت ده للدرجة الوجع. دي اثر فيك عشان كده؟ ما انا فكرك دايق. فكرك انت اصلا حصل انا معاك دايق نفس الوجع. ما انا كل ما بنزل وبشوف بنت ومحتاجة حاجة وبساعدها وبفرحها ببقى مبسوط، بحس ان انا ابوها، ان هي بنتي، مش مجرد كده حاجة عابرة وبساعدها والكلام ده، لا بالعكس، بحس ان هم عيالي. تخيل. يعني بحس ان هم عيالي. أنا كل يوم لحد دلوقتي ببقى قاعد كده مع نفسي وسرحان وبفتكرهم. ده سبب يا رامي، سبب انك تعمل المحتوى ده؟ من ضمن الاسباب الاساسية ان انا هتلاقيني دايما اصلا بركز مع الاطفال. دايما بركز مع الاطفال وفرحة، حقيقة انا بحب شفت، انا الاطفال قوي. شايف فيديوهاتك فعلا ما انت هو بحب الاطفال انا لما كنت. بتساعد الاطفال وبتحب اه تهزر وتجبر بخاطرهم. انا بحب الاطفال، وكان بالنسبة لي يعني حاجة كبيرة قوي. على قد ما انا كنت ربنا مديني الصبر والقدرة على ان انا اتخطى وان ده ابتلاء من عند ربنا، وان دول ان شاء الله في الجنة، يا رب وبإذن الله ربنا يكونوا يرحمهم يا سبب رب. ان انا اخش الجنة. دي حاجات كلها بتصبرني. بس برضه ما انا بني ادم يعني. اكيد. اكيد ببقى زعلان وببقى تعبان وبفتكر وبتوجع. وانت تيجي تقول لي اصل انت لو طب ما لو انا بعمل حاجة تافهة بقى كنت عملته فيا ايه؟ فاللي انا عايز اقوله سيبوا الناس في حالها. يعني سيب كل مش واحد. عارفين ان انت مريت بايه ولا الحاجات يعني دي كلها، فانت ما تجيش تنتقد سيبوا وخلاص. الناس في حالها. معلش انت كل اللي بتشوفه لصانع السعادة بتشوفه وهو بيضحك، صح؟ انا بشوف صانع السعادة بينزل وبي... يبسط الناس. وبيضحك محدش شاف صانع السعادة بقى اللي هو عنده وهو الكواليس قاعد بقى بتاعته مع نفسه بقى. وزعلان ومر بمواقف كتير اه صعبة في حتى حياته. صوري كلها اللي بتنزل وانا بضحك، لان انا مش عايز انقل حاجة وحشة لحد. المحتوى بتاعك تبسط الناس بس. اه انا هزعل وانا طالع ازعل الناس؟ انا عمري ما قلت الكلام ده على فكرة. مم. لان انا انا مش اول مرة اسمعه. انا ما بحبش الشكوى. انا اصلا بني ادم في طبيعتي ما بحبش الشكوى، ما مم. بحبش اشتكي. بشتكيش غير لربنا، ما بحكيش ونعم غير بالله. لربنا. بس انا لازم بقى اقول الكلام ده انا دلوقتي. واحد متابعك اول مرة اصلا اسمع انت ان انت من اصلا. خلالك بقى دلوقتي بما انك سألت في كل حاجة لازم الناس تعرف ان في حاجات ورا الكواليس، في احداث ما يعرفوش عنها حاجة،
في حاجات الناس ما لا انا تعرفش قد ايه حاجه. مبسوط اصلا ان احنا النهارده اتكلمنا يعتبر في حاجات كتير قوي. صانع السعاده، انتوا بتشوفوا صانع السعاده بس ما تعرفوش صانع السعاده ده مر بايه، اه، صانع السعاده عدى بايه، كومنتات اثر في الناس ازاي. ما يعرفوش ان صانع السعاده لحد دلوقتي بالليل بيجي عليه وهو اصلا مش سعيد والله. بجد يا رامي؟ والله العظيم ده بيحصل. لحد دلوقتي؟ انا بقول لك لحد دلوقتي احنا يعني ما عوضناش اللي احنا خسرناه. يعني لحد دلوقتي رامي اللي انت شايفه قدامك ده، ولسه جايب جهاز لعروسه وامها كانت بتزغرط في الشارع، انا عايش في شقه ايجار. وقلت لك ان ده مش حاجه سهله على حد اصلا، ان هو كان في حته ونزل لحته تانية. بس للاسف في ناس مش حياتك مصره، اتشقلبت. مصره لحد دلوقتي ان هي تضغط عليك. انت بتحاول تنسى وبتحاول تتخطى اللي انت مريت بيه، وفي ناس لحد دلوقتي بتحاول اللي هي تطلع اللي جواك، تفكرك، تضغط عليك. طب ما تسيبني يا عم زي ما انا، يعني سيبني زي ما انا، سيبني زي ما انا بحاول افرح الناس وسعيد ومبسوط والدنيا تمام. وانت بتشوفني وانا بضحك، بس انت ما بتشوفنيش وانا زعلان، ما بتشوفنيش وانا بعيط. انت ما تعرفش عني حاجة. انت ما تعرفش انا واهلي مرينا بايه. ما تعرفش احنا يعني ايه تبقى عايش في بيت ملك وتبيعه وتخسره. يعني ايه تبقى صاحب شركة وتبيعها وتصفيها. يعني ايه تبقى صاحب انا محل وعندك بضاعة بأرقام كبيرة وتقفله. يعني ايه يبقى عندك عربية موديل السنة وفي الآخر تروح تأجر عربية عشان تقضي بيها مشاويرك. يعني وحاجات كتير. كل ده ما حدش يعرف عنه ما حاجة. شافوش، ما ما حدش يعرفوش يعرف انت عنه مريت حاجة يا عبد بايه. الرحمن والله. انا حاسس ان انا انت زعلتك ونكدت انت عليك. واحنا جايين يعني جايين نتكلم وندردش مع بعض انت ونشوف. طلعت احنا جايين نشوف طلعت القديم رامي، احنا جايين والجديد. نشوف رامي صانع السعادة ده. ايكونيك، ناس شايفاه اللي هو بيعمل عمل خير وراه ايه، يعني ايه الكواليس، الموضوع جه ازاي، الحاجات دي كلها. فاحنا مش حاجات جايين اللي كتير. احنا نزعل بعض ولا الكلام ده في كله. حاجات كتير وفي حاجات كتير مش انا هينفع انا احكيها. عايز اعرف اصلا انت مين الداعم، مين الداعم ليك. انت شغال، انت رامي مع نفسه، بس اكيد في حد سبورتد معاك في كل حاجه. بيدعمك، واقف معاك، بيساعدك. يعني انت ما كانش الست الوالده اللي هي اصلا اللي هي اصلا شريكتك لا لا، من غيرها ولا حاجة. العضو الخفي اللي هو بيساعدك في كل حاجه، حتى المطبخ الاخير اللي انت عامله ده. بص، لو هتتكلم على السبورت او اللي داعمني نفسيا ومعنويا وكل حاجة، هي رقم واحد امي. يعني بص، معاك في كل حاجه، حتى لما وقعت. لا بجد يا عبد الرحمن هي رقم واحد، مش بالكلام. هي اللي استحملت كل حاجة، هي اللي خسرت كل حاجة عشاني، هي اللي لحد دلوقتي واقفة في ظهري. انا مديون لها بكتير قوي. لو فضلت طول عمري هحاول ان انا اعوضها على اللي هي شافته بسببي انا بالذات، عمري ما هعمل. يعني عمري ما هعوضها. ما سابتكش. ما سابتنيش لحد دلوقتي. يعني هي بسم كفايه، الله ما شاء الله. كفايه ان هي، انا كنت السبب ان هي تبيع البيت بتاعها. انا ما انت ده اللي ده دي في اللي حكيت، عشان نقطه، كده بقول لك دي لا نقطه لازم نتكلم كبيره، عليها دي ونديها نقطه حقها. كبيره. انا يعني انا كنت معلش في حته انا، حلوه على فكره انا صعب ان انا اعيط. ما انا بصراحه انا ده مأثر فيا، عشان اه كده بقول لك يعني، انا مش عايز احس ان انا يعني وصلتك لحته انك تعيط، لا فلا. انا صعب عليا ان انا اعيط كده والله كده يا عبد عايزين الرحمن. بس ندي ست كل حقها، يعني قول لي. هي كل حاجه، ما هو ما فيش كلام. يعني ما فيش كلام يكفيها او يوصف اللي هي بتعمله عشاني، مم. او اللي هي عملته عشاني، او اللي هي لسه هتعمله عشاني. اه. هي كل حاجة. هي رقم واحد في كل حاجة. هي حياتي كلها يا عبد ربنا الرحمن. يخليها لك يا رب. هي اللي ساعدتني، هي اللي واقفة جنبي، هي اللي بتدعمني، هي اللي انا عايش على حسها وعلى دعواتها. امي دي اعظم ست في الدنيا. انا لما بطلع في الفيديوهات وبقول لها ست الكل وتسلم لما اشوفها ايدك، في الفيديوهات هي ورا الكواليس، بس هي هي اللي عاملة كل حاجة. حتى الاكل اللي انا بعمله ده انا بصور مطبخ صورتين صانع السعاده. وهي اللي بتعمل كل الاكل. هي اللي بتعمل كل الوجبات اللي انت بتشوفها دي. كل الكميات دي هي اللي بتعملها. هي بتحب الخير قوي، وبتحب الوجبات بتاعة الإطعام قوي. ما شاء يعني الله. قبل المحتوى أصلا هي بتعمل كده، فجات لها حاجة أصلا هي بتحبها. ما شاء بقول لها الله. يا أمي نجيب شيف مثلا يساعدك يعمل، لأ سيبني. انت انا ما صدقت لقيت حاجة أنا بحبها أعملها معاك في اي حاجه انت بتاخدها، معايا. هي عارفه انت بتقدم ايه وعاجبها المحتوى أي حاجة.
اي حاجه بقول لها عليها هي معايا فيها. جميل. هي دايما اكتر واحده امنت بيا، واكتر واحده صدقتني، واكتر واحده واقفه معايا. هتجيب لها في عيد الام؟ انا بزنقك انا اهو. نفسي. انا حتى الدهب بتاعها بقيت عبد الرحمن. يا حتى الدهب بتاعها دلوقتي امي ماشيه من غير ولا حتى خاتم. يعني امي دلوقتي كانت لابسه غوايش وخواتم وحلق، دلوقتي وبتساعد الناس، اللي هو يعني انت والله بتعمل العظيم. اطعام وتوديه مستعمرة انا قلت لك الجذام، وعملت انا اطعام قلت لك في اسبوعي. جزء، في جزء انت ما تقدرش تقرب منه، لانه مش بتاعك انت، ربنا جعلك سبب فيه. ربنا جعلك انك توصل الحاجه دي للناس، وانك تخلي الناس تشارك وتجمع منهم الحاجه اللي توصل للمكان الفلاني. فانت سبب. طبعا. حتى لو انت عايش مش لاقي، فانت خلاص هتفضل مكمل في الجزء ده لوحدك. طبعا وست الكل مؤمنة بده اصلا، ومؤمنة ده بيك، طبعا. ومؤمنة ده بالفكرة طبعا اصلا، انت طبعا. بدأت وهتكمل. ومعايا في ظهري لحد دلوقتي. وعلى فكرة احنا بنجهز مطبخ كبير قوي للوجبات على اعلى عشان مستوى، تزود عشان نعمل اكتر. بقى كميات كبيرة. وزي ما قلت لك احنا بنحب نعمل الحاجة الحلوة. يعني عايزين بقى نعمل بقى الحاجات اللي الناس بتشوفها في التلفزيون، المشاوي بقى والحاجات الحلوة والناس اللي ما بتعرفش تشتريه نعمله لهم ونوديه لحد عندهم. انت فاهم؟ حلو قوي. طبعا قد ايه هي بقى. جميلة يعني. انا انا قاعد من كلامك والله العظيم يعني جسمي اشعر قد ربنا ايه في حد يحميها جميل ويحفظها والله كده، العظيم. قد ايه في حد بيساعد كده. طبعا بقى زوجتي بقى اه قول لي دي بقى، رقم ما انا كنت اتنين. اقول لك انت نسيت بقى. لا انا ما اقدرش انساها، ما اقدرش انساها. معاك على دي طول. دي اللي يعني معايا على الحلو والمر. هي اللي بتعمل كل حاجة مع صانع السعادة. كل حاجة. أفكار. انا آه. عارف اللي هي اللي بتصور محتوى، تصوير. هي بتصور المحتوى لحد بتاعك كله. دلوقتي هي اللي بتصور. لحد دلوقتي هي اللي بتصور. هي اللي بتصور كل المحتوى اللي انت معاك في بتشوفه. كل فيديو، هي اللي في كل بتتابع. هي خطوة، اللي اي حد. بتتابع البيج، هي اللي بتتابع الرسائل. هي اللي كانت معايا في الشركة أصلا الأول، وهي اللي شافت الحلو والوحش، وهي بص معايا في كل حاجة. برضه هي أكتر واحدة مأمنة بيا، وأكتر واحدة بتدعمني، وأكتر واحدة في ظهري. صحابي بقى في كام واحد كده من غير ذكر أسماء، هم لما وقعت وقفوا معايا، والباقي اتبخروا. طبعا ربنا يسهل لهم الحال. اكيد انت خلاص بقى يعني، يعني انت الفترة اللي مريت بيها دي اكيد عرفتك بقى انت مين صاحبك، مين اللي بيأمن بالظبط بيك، كده. قول مين اللي خلاص. عايزك وانت حلو بس، طبعا. وانت فوق بس، ومين اللي هينساك وانت تحت. وبالمناسبة دي في موضوع المطاعم، يا عم نقطة اصلا. طبعا مطاعم كبيرة جدا دلوقتي امم عايزين يشاركوا معايا بقى. في مسمى ايه بقى؟ عايزين يشارك معاك في انا الخير. طب انتوا بتجيبوا بلوجر وبتدوهم فلوس، عايزين انتوا ده تدوني انا وجبات بس في بس الخير، في الخير. خلاص انا هخليك شارك في الخير بس مش هجيب اسمك. عكس اللي انت قلته من شوية. اه اللي انا قلته من شويه دول اللي انا شاركوا في الخير مستغربك عشان بجد. كده اه. ما هو انا برضو مش بيضحك عليا بسهوله يا عبد الرحمن. انا مش ساذج. عارف انا عارف مين اللي بيعمل انا معاك ممكن اكون حاجة. طيب يعني على نياتي، بس مش سهل تضحك عليا. امم انت دلوقتي مطعم مشهور بدون ذكر اسماء، عايزين نشارك معاك في الخير. ماشي عينيا حضرتك، بس مش هقول اسمك. وهحط الاكل في شنط سودا عشان ما اظهرش اسمك. عشان انت عارف. عايز تظهر اسمك ادفع فلوس. ادفع ما انت فلوس. بتدفع، ما انت بتدفع للناس. تدفع للفود هتيجي انت بلوجر عندنا ب وبتدفع. 100 وجبه عايز تضحك عليا بيهم وتقول لي اصل لله. وانت عارف طبعا صاحبك اللي طبعا. كان بيتكلم دايما يقول لك احنا بنعملها لله. اه اه ده طب. معروف. اه. ده معروف، ده حد اصلا من الناس اللي في اه عايز تعملها حياتي. لله، بس خلاص ما تعلنش اسمك بقى مم. خالص. ما خالص. تقولش اسم الشركة، ما بالظبط كده. تقولش ده فلان بيساعد، انت تبقى عارفهم. نفسك توصل لايه بقى في 2025؟ قول لي انت بقى. قول لي انت بقى. لكن في كل حاجة قول لي بقى، قول لي نفسك توصل في ايه في 2025. وعايزك تقول رسالة للناس اللي ماشية في المحتوى الخير زيك وخدتك كشخص، احنا نبدأ ونكمل زيه ونمشي في اعمال الخير. قول لي. بص انا اول حاجه يعني بوجه رساله لكل الناس اللي بتعمل محتوى. كمل في محتوى هادف. اعمل محتوى تاخد بيه اجر عند ربنا، والناس تفتكرك بيه، وكل ما تشوفك تدعي لك. نفسك الأغلبية تبقى نفسي محتواهم نفسي المحتوى الهادف بيساعد ينتشر. الناس وبيفرق مع اه الناس. بالظبط كده. اعمل كل حاجة هادفة يا عم، مش لازم زيي. علم الناس.
اعمل كورسات، ادي دروس، ما في ناس كتير اكيد. بتعمل محتوى هادف، صح. بس للاسف مش متشافين. اهدافي بقى في 25 ان احنا نبقى في، يعني بلدنا دي اولا رقم واحد، تبقى احسن بلد في الدنيا. يا رب. نفسي ان العالم كله يكون بيحب بعض، وكل الحروب اللي انت شايفها دي تخلص، يا رب. وكلنا نعيش في سلام، وان ربنا ينصر اهلنا في كل مكان، وربنا ينصر اخواتنا في كل حتة. ده اول هدف واكبر حلم بحلم بيه. اهداف بقى رامي كمال بقى صانع السعادة. اهداف صناعة السعادة، اه بص قول بقى، لي. بص بقى يا سيدي، انا نفسي اجيب فيلا، مش بيت بقى، نفسي اجيب فيلا كبيرة لامي عشان اعوضها على كل اللي شفته. يا ست الكل. اول حاجة نفسي ان انا هبص قبل ما يعني ربنا يفتكرني على حياة عيني كده، ان انا اجيب لها فيلا كبيرة تبقى بتاعتها هي، وهي بقى لو عايزة تسكننا معاها تسكننا. ده جزء صغير من اللي ده هي. عشان ابقى رديت جزء صغير من جمايل عليا. ونفسي اجيب لها كل حاجة حلوة هي خسرتها بسببي، نفسي اجيب لها شوية هدايا دهب كتير. يا رب. تمام. يا رب. قد اه. ايه فرقت معاك؟ نفسي اقدر اساعد كل الناس. والله دايما بنسى نفسي والله يا عبد الرحمن. يعني نفسي اعمل مطبخ صانع السعادة ده في كل المحافظات زي ما انت قلت قلت لك. لي انا بقى، انا قد ايه يا رامي يعني من الكلام على بس اكون خفيف على قلبك النهارده، انا حاسك فانا مبسوط والله يا عبد الرحمن دمعت. اللي انا قاعد انا معاك. حاسك دمعت وحاسك ما غصب عني في حاجات كده انا بحاول ان انا انساها. انا نفسي اصلا وانا قاعد جسمي اشعر من الكلام اللي بسمعه. الناس بتشوف الحمد الحاجات اللي لله. بره، ما بتشوفش رامي ما من جوه يعرفوش عامل حاجة والله. ازاي، ما بتشوفش رامي قد ايه في كواليس معاه وبتضغطوا وحاجات بيتضايقوا وما بيبينهاش للناس وبينزل ياكل بخاطر الناس. فقد ايه الحاجات دي فرقت معايا انا شخصيا، وبفتخر ان الواحد عنده صاحب زيك، صاحب انا صانع بس السعادة. حبيبي يا عبد الرحمن. والله وشرف ليا انا انا ان بفتخر في. ان انت صاحبي لا والله. شرف ليا والله ان في حبيبي. حد في حياتي زي رامي، يعني دي ربنا حاجة يكرمك. انا بعتز بيها على اسمح لي المستوى اقول حاجة الشخصي بقى. طبعا. انا لو نفسي بقى يطلع لي مثلا مصباح علاء الدين السحري، اه. واحقق بقى احلامي بقى الشخصية بقى. فلوس بقى. اه. عايز فلوس. نفسي بقى، نفسي اصل انا ليا برضه حاجات كده نفسي فيها. يعني نفسي اجيب عربية بي ام دبليو اكس 6، امم. دي انا بحلم بيها. تمام. نفسي يبقى عندي الفيلا بتاعت الحاج اقعد فيها. اه دي اهم حاجة دي. اه. دي يعني نفسي بقى يبقى معايا بقى فلوس بقى، مفيش حاجة اسمها فلوس كتير على فكرة. نفسي يبقى معايا فلوس على قد اللي انا اقدر اساعد بيها الناس، كل اللي يحتاجني يلاقيني. نفسي اساعد اخواتي، اساعد كل قرايبي، اساعد كل صحابي، اقف جنبهم. والله العظيم لما ببقى قاعد كده وبحلم وبتخيل عبد الرحمن، اللي عبد الرحمن اصل نفسه مش عارف يفتح ايه، اول ما يجيلي فلوس هقف معاه. اخويا نفسه مش رامي الاول. والله ما بفكر في نفسي الاول. جميل. وربنا يحاسبني على كلامي. جميل. قرايبي اللي بشوفهم متعثرين وظروفهم مثلا مش احسن حاجة، كل الناس اللي انا اعرفها نفسي يبقى معايا فلوس، اعمل لهم كل اللي هم عايزينه كده، وامشي كده احقق لهم احلامهم، ويبقى هم مبسوطين وسعداء. مع ان انا عايز اقول لك على حاجة بقى، مم. ان دايما اقرب الناس ليك ما بتحبلكش الخير اصلا. اللي حواليك، اه. الدايرة اللي حواليك. مم. ده وبعرفه يعني، بس ربنا يسهل لهم الحال. يا رب. احنا دايما نبقى احسن. احنا خلينا احنا بقى احنا اه كويسين انت وماشيين بتعامل في الحاجه اللي ربنا، احنا ما عايزينها. انت بتعاملش قلت اصلا، الناس. انت اتكلمت النهارده في كل حاجه، وقلت انت في الاول وفي الاخر الهدف بتاعك انك تساعد ناس اكتر وتوصل لناس، تساعد ناس وتوصل لناس. بالظبط كده. ده الهدف ونكون بتاعك. سبب ان الخير ودي يفضل اهم حاجه، يعني انا مفتوح. شايف ان دي اهم حاجه. يعني انت ماشي ماشي الحمد لله كويس، وان شاء الله ان الحمد لله. شاء الله عقبال نبارك لك بقى على 5 مليون ان شاء الله قريب. يا رب. يا رب نهايه 2025 ان بقى. شاء الله. بكمل لك الاهداف اهو. بص مش من اهدافي والله ولا عدد لا ده الفولورز، ما ده بقى عشان اللي ولا انت قلته، عشان اساعد عشان انت الناس قلت بس. يبقى في اه. عندك قاعده اكبر، فتوصل لناس اكبر تساعد الناس دي حقيقة. وهكذا. ده يعني ده النجاح اللي انا شايف يعني من اللي انت اتكلمت فيه، ده الحاجه اللي انت عايز تحققها. بالظبط كده. يا رب. بالظبط، كل ما نوصل اكتر نساعد الناس اكتر. يا رب. ان شاء الله. تفضل بقى السلوجان بتاعنا مكمل. ونفسي اعمل يلا برنامج بينا نصنع كبير. سعاده جديده. اه نفسي اعمل برنامج كبير في رمضان، ن- يبقى برنامج برعاية بقى، ويكون في راعي دي من شركة الحاجات اللي كبيرة. انت نفسك اه تحققها. وننزل بقى نحقق الاحلام للناس، اللي محتاج بيت نعمله له، محتاج دي يدخل له في ناس يا عبد الرحمن حلمها ان هو يدخل لها ميه حلوه، اه طبعا. ان هو يبقى ليه سقف يستره. في ناس الاقاليم. احلامها بسيطه جدا. طبعا. يعني ربنا يجعلنا سبب. يا رب. نفسي يبقى معايا برنامج كبير،
وان شاء الله اكون من خلالك. يا رب يا امين. ده انا اول واحد، ده انا اول واحد هبقى في ظهرك. يعني يا الواحد رب ما يا رب يكرهش ان هو يلاقي حاجه يا رب. محتوى هادف وحد بيساعد الناس ان شاء الله وحاجه ان شاء تفرق مع الله الناس. باذن الله احلامنا كلها نحققها. باذن الله. انا انت مبسوط ان انا كنت قاعد معاك. انا اكتر انا والله. اندمجت، ولو قعدنا 10 ساعات هنفضل مكملين. اه والله القعده كانت ويا حلوه رب بس ابقى اكون خفيف على قلبك قوي. وما زعلتش ولا نكدت عليك. لا انا مبسوط والله يا عبد الرحمن ان انا قعدت معاك وليا طلب عندك ان طبعا احنا ممكن نكمل بقى بودكاست سوا. طبعا. مين ده احنا نعمل سلسله حلقات بودكاست من بكره. ونقعد بقى كده ايه، حبيبي حبيبي يا نتكلم رامي. في كل حاجه حلوه حبيبي يا رامي باذن حبيبي. الله. انا هنهي مع الناس بقى، يعني احنا اتفضل. شكرا. ويا رب نكون يا رب خفيف على قلبكم، واول بودكاست مع رامي كمال صانع السعاده. ويا رب يفضل مكمل ويصنع سعاده جديده. وعايزك توجه رساله بقى للناس يعني والشباب اللي بتتفرج عليكم، الاطفال الصغيره، والله بص ننهي هو بيها. انا دايما بيجي لي رساله من الناس يا عبد الرحمن ان عيالهم واطفالهم بقى بيقلدوا صانع السعاده. طب دي حاجه لسه حلوه. جايه لي رساله من بنت اه حوشت من مصروفها 30 جنيه، وقالت لمامتها اديهم لصانع السعاده عشان يساعد الناس زي ما بيساعد الناس. صغيره. اه لسه عيله حلو صغيره. قوي. فانت فاهم واصله مأثر لايه. فيهم مأثر فيهم بس اه. فانا نفسي يا جماعه ان الخير ينتشر، وان كلنا نحب الخير لبعض، وكلنا نساعد بعض وساعد غيرك. مش لازم تعمل حاجات كبيره عشان الناس بتقول لي احنا ما بنقدرش. لا انت بتوصل معاك ان تبسمك في وجه اخيك صدقه. اعمل اللي انت تقدر عليه. لما تشوف حد في الشارع حاول تساعده، حاول تفرح طفل، تفرح حد، حتى لو ببونبونايه اللي هي بجنيه دي بتفرح. اقل جبر حاجه اقل الخواطر، حاجه بتبسط جبر الناس. الخواطر سهل جدا حتى لو ببسمه صغيره بجد. ونفسي كمان طلب صغير جدا، كل الناس اللي بتحب محتوى صانع السعادة وبتتابعني، خليكم دايما في ظهري وادعوا لي، لان انا بدعواتكم ودعمكم ليا وكلامكم الحلو انا لحد دلوقتي مكمل بعد ربنا سبحانه وتعالى. وشكرا. شكرا.